قبل ما ابدا ده ملخص الموسم الخامس من مسلسل جيم اوف ثرونز. الموسم الرابع جاب حوالي 20,000 لايك، فساعدونا نوصل الحلقه دي ل 25,000 لايك، ولينك المواسم اللي فاتت هتلاقوها تحت في الوصف. وبدون ما اطول عليكم يلا نكمل. اخر حاجه شفناها ان النايت واتش انتصروا على جيش الهمج، وجون راح يقابل مانس علشان يتحالف معاه، بس ستانيس بيهجم عليهم بجيش ضخم وبيفرض قوته على الكل. واريا ستارك بتقرر تروح لمدينه برافوس علشان تقابل جاكن هاجار واكبر تنين عند دينيريس محدش عارف مكانه، ودينيريس بتحبس التنينين التانيين، وتيريون هرب من السجن وقتل تايوان في الحمام، وبعدها هرب على سفينه مع فارس. ودلوقتي بنروح في فلاش باك من سنين كتير مع سيرسي لانستر لما كانت صغيره، وصاحبه سيرسي كانت خايفه من اللي سيرسي عايزه تعمله، بس سيرسي بتهديها وبيروحوا للعرافه دي، وسيرسي بتقول لها انا سمعت انك بتشوفي المستقبل فانا عايزاكي تعرفي لي مستقبلي. وفي البدايه العرافه بترفض، فسيرسي بتهددها وبتقول لها انت هنا في ارض ابويا ولو ما اتكلمتيش هقتلك. فالعرافه بتوافق تشوف لها المستقبل، وبتاخد عينه دم من سيرسي وبتسمح لها ب3 اسئله. سيرسي بتقول لها ابويا اتفق مع عيله التارجيريان انه يجوزني من الامير ريجار تارجيريان، عايزه اعرف امتى هتجوزه. العرافه قالت لها انت مش هتتجوزي امير، انت هتتجوزي ملك. فسيرسي بتسالها يعني انا هصبح الملكه؟ العرافه بتقول لها هتكوني ملكه لبعض الوقت، بس هتيجي ملكه تانية اصغر واجمل منك بكتير وهتدمر اراضيكي وهتاخد كل حاجه حلوه منك. وتالت سؤال من سيرسي، هل انا والملك هنخلف اولاد؟ العرافه قالت لها لا، الملك هيخلف 20 طفل وانتي هتخلفي 3 اطفال، وال3 اطفال دول هيلبسوا الذهب والاكفان اللي هيدفنوا بيها هتكون من الذهب. وسيرسي بتبقى صدقت جدا النبوءه دي، لكنها خمنت وقتها انها هتتجوز الملك ايريس تارجيريان، بس في الحقيقه هي اتجوزت من الملك روبرت باراسيون، وخمنت ان البنت الاجمل منها اللي هتاخد منها كل حاجه حلوه هتكون مارجري تايريل، وعلشان كده هي بتكره مارجري جدا، بس وارد تبقى دينيريس تارجيريان هي اللي تاخد منها كل حاجه حلوه. وبنرجع للوقت الحالي مع سيرسي، وبتبص هي واخوها على جثه ابوهم تايوان، وجيمي بيقول لها في اعداء كتير لينا هيفرحوا بخبر موت تايوان وهيحاولوا يفرقوا ما بيني وما بينك علشان يهدوا عيله اللانستر. سيرسي بتقول له بالعكس، العدو بتاعنا هو تيريون لانه هو اللي قتل تايوان وانت بقالك سنين بتدافع عنه، هل انت اللي حررته من الزنزانه؟ جيمي مش بيرد على سؤالها، فبتفهم انه هو اللي حرره، وبتقول له انت ما فكرتش في عواقب تحريرك لتيريون، انت كانك قتلت ابونا بطريقه غير مباشره بالرغم انه حبك اكتر من اي شخص في العالم. وسيرسي بتبوس دماغ ابوها وبتمشي. وبنروح لاخوهم التالت تيريون اللي بيخرج من الصندوق اللي كان محبوس فيه لحد ما وصلوا لمدينه بنتوس، وتيريون بيسال فارس احنا ليه فضلت محبوس في الصندوق ده واحنا على السفينه؟ فارس قال له كان لازم محدش يعرف انك موجود، فكان لازم احبسك علشان انقذ حياتك، واحنا هنا في بيت صديق ليا وانا هربت معاك لان قاره ويستروس رايحه للانهيار ولازم نساعد في نهوض الممالك السبع من تاني. بس تيريون كان تعب من السياسه والدفاع عن الممالك، وفي النهايه ما كانش بياخد التقدير اللي يستاهل، ودلوقتي اصبح كل همه هو الشرب، وبيقول له انا اتوقع ان مستقبلي هيكون سيء زي الماضي بتاعي. بينما سيرسي فدلوقتي ما بقتش مجبره تتجوز لوراس تايريل، وهو بيفضل يتكلم معاها بس هي مدياله ظهرها وبتتجاهله تماما وهو مش بترد عليه وبتمشي. وبيقابل سيرسي ابن عمها لانسل لانستر اللي زمان كان بيعمل علاقه غير شرعيه مع سيرسي، بس هو حاليا اصبح شخص مختلف تماما لانه انضم لجماعه دينيه متعصبين ومتطرفين، وبيطلب من سيرسي تغفر له علشان عملوا زمان علاقة محرمة. ولانسل بيلوم نفسه لأنه كان سبب في اغتيال روبرت باراسيون، وبيقترح على سيرسي إنها تنضم لجماعة سبارو علشان تغفر لنفسها عن الأخطاء اللي عملتها زمان، بس سيرسي بتضحك وبتستهزأ بالدين والجماعة دي. اما تيريون فبيسأل فارس انت ليه ساعدتني في الهروب؟ انت خطرت بنفسك وبمنصبك علشان تحررني. فارس قال له انا كل شيء بعمله بيكون لاجل الممالك السبعة وانت هيكون ليك دور مهم في الحرب الجاية. تيريون قال له شوف لك حد غيري لاني ما بقتش مهتم لويستروس. فارس قال له انت فيك مواهب كتير منها انك ذكي وورثت من ابوك الذكاء السياسي. تيريون بيطلب منه توضيح لكلامه. فارس بيقول له انا عايزك تساعد حد معين يقعد على العرش، وانا اقصد دينيريس تارجيريان
لان الشعب هيحبها والسلام هيسود في الممالك ومش هنسمع ان القوي بيفترس الضعيف. تيريون قال له دايما القوي بيفترس الضعيف لان دي الطريقه اللي اصبحوا فيها اقوياء. فارس بيرد عليه بحكمه وبيقول له احنا اتولدنا وعشنا وشفنا ان القوي بيفترس الضعيف، فاعتقدنا ان مفيش اي طرق تانية للحياه. انت ذات نفسك لو قعدت على العرش هتكون شخص عادل، والممالك السبعه محتاجه شخص اقوى من تومن ويكون مش قاسي زي ستانيس، والشخص المناسب هي دينيريس تارجيريان. ده غير انها من عيله عريقه وانت حر وليك الاختيار، ممكن تقعد هنا وتفضل تشرب لحد ما تموت او تيجي معايا لمدينه ميرين علشان نقابل دينيريس. تيريون بيهزر وبيقول له وانا في طريق لمدينه ميرين هفضل اشرب واسكر لحد ما اموت. وبننتقل بعدها لمدينة ميرين وبنعرف ان دينيريس امرت رجالتها يهدوا تمثال من تماثيل المدينة، ونتيجة لده في عصابة مقنعة اسمهم هاربي بيقتلوا جندي من جنود جيش الانسالد، ودينيريس بيجي لها الخبر وبراستيان بيقول لها اي حاكم جديد لاي مدينة في العالم بيواجه بعض المقاومة. ودينيريس بتتعصب على موت الجندي وبتقول انا ما احتلتش المدينة، انا هدفي انقذ الشعب من الاستعباد، وبتؤمر ان الجندي اللي مات يدفن بشكل لائق في معبد المدينة. فرجالتها بيقولوا لها ان عصابة هاربي هيتعصبوا من حاجة شبه كده، بس دينيريس مش بتهتم وبتؤمر رجالتها يتخلصوا من عصابة هاربي. وبعد شوية وقت بيرجع داريو وهزدار من مدينة يونكاي بعد ما نجحوا في انهم يقنعوا حكام المدينة يسيبوا السلطة ويسلموا السلطة لمجلس الاشخاص اللي كانوا عبيد، وكل قرار المجلس هياخدوه هيرجعوا فيه الاول لدينيريس، ودينيريس عندها الحرية توافق او ترفض. وهزدار بيقول لها اهل مدينة يونكاي وميرين بيطلبوا منك طلب وانك توافق على بطولة القتال، لان من عاداتهم انهم بيقاتلوا بعض حتى الموت، وكده انت هتحترمي تقاليدهم. بس دينيريس بترفض رفض قاطع وبتقول له انا مش هحترم تقاليد مبنية على القتل. وداريو بيقول لدينيريس انت اصبح ليكي اعداء كتير ولازم تستعرضي قوتك قدام العالم، لان لو حد شافك ضعيفة هيهجم عليكي، وقوتك في انك ام التنانين، يعني لازم تحرري التنانين من القبر. دينيريس بتتردد لانها حاسة انها مش هتقدر تتحكم فيهم، فداريو بيقول لها لو مش معاك التنانين ممكن ما تصبحيش ملكة ويستروس. فدينيريس بتتشجع وبتخش المقبرة وبتلاقي ان التنانين متعصبين منها علشان حبستهم وبينفخوا النار من الغضب اللي جواهم، ودينيريس بتخاف منهم وباين انهم كبروا عن اخر مرة شافتهم فيها، ومن خوفها بتخرج من المقبرة. وبعدها جون كان بيدرب الطفل جرين على القتال، وميليساندرا بتقاطع جون وبتقول له ستانيس عاوز يتكلم معاك، وجون بيروح يقابله وستانيس بيقول له ان عيلة بولتن اصبحوا بيحكموا وينترفيل وانا عاوز احارب عيلة بولتن واطردهم من وينترفيل، وبعد ما تايوان لانستر مات مفيش حد هيحمي عيلة البولتن. بس ديفوس بيقول لجون سنو ان في حراس من النايت ووتش مش بيحبوك لانهم شايفينك متعاطف مع الهمج. جون بيقول له الهمج مش ناس متوحشين، هم بس اتولدوا في الاراضي اللي ورا الجدار، وده مش بيخليهم ناس وحشه ومفيش سبب يخليهم مكروهين. ستانيس بيقول له انا عايز اقتل بولتن بس محتاج رجاله ينضموا للجيش بتاعي، وانا عاوز الهمج ينضموا للجيش، ولو الهمج وافقوا ينضموا ليا وكسبت الحرب ضد عيله بولتن هعلن ان الهمج مواطنين في الممالك السبعه وهديهم اراضي يعيشوا فيها، بس لازم كمان مانس يركع قدامي. جون قال له ما اظنش ان مانس ممكن يركع لحد. ستانيس بيقول له لازم تقنعه يركع، وانا عارف انه بيحترمك ولو رفض يركع لي هحرقه على خشبه. فجون بيروح يقابل مانس وبيعرفه بمتطلبات ستانيس. مانس بيقول له انا بحترم ستانيس واظن انه هيكون ملك قوي، بس انا مش هخدمه ولا هركع له ولا هخلي رجالتي يخدموه. جون قال له انت كرست حياتك كلها بتوحد قبائل الهمج علشان يسبحوا قبيله واحده، وانت ما عملتش كده علشان تبقى ملك ولا تاخد المجد، انت عملت كده علشان تنقذهم من الشتاء، فليه ما تتنازلش وتقدم الولاء والطاعه لستانيس؟ انت كده هتخسر كل اللي انت عملته لاجل كبريائك. مانس قال له كل الهمج بيحترموني وماشيين ورا كلامي، ازاي هيعملوا كده تاني لو انا ركعت لشخص تاني؟ وجون بيحاول يقنعه انه لازم يتنازل علشان الهمج يعيشوا، بس مانس بيفضل مصر على مبادئه ورافض ينضم لستانيس ويركع عليه ومستعد يموت علشان المبدأ، وبالتالي ستانيس بيقرر يحرق مانس حتى الموت. ومانس بدأ يخاف لانه هيفضل يتألم ويتعذب لحد ما يموت، بس جون سنو بيخلصه من العذاب وبيقتله بسهم واحد.
وعلى الجانب الآخر بيتر وسانسا بيتفرجوا على روبن ابن لايسا وهو بيتمرن على القتال، بس واضح جدا إن روبن فاشل في التدريب، وبيتر بيقول للورد إن جايز روبن يتطور مع الوقت، وبيتر بيقرر ياخد سانسا ويمشوا من هنا. وسانسا بتسأله إحنا رايحين فين بالظبط، بس بيتر مش بيقول لها بشكل واضح إحنا رايحين فين، وهو بيماطل معاها علشان ما يقولهاش. وبيروحوا يقعدوا في مطعم، وللصدفة بريان وبودريك بيقعدوا في نفس المطعم، وبودريك بياخد باله من سانسا وبيبلغ بريان، بس بيحذرها لان بيتر معاه 10 جنود تقريبا. لكن بريان مش بتخاف، وبتأمر بودريك يروح يجهز الحصنة، وبتعرف نفسها لبيتر ولسانسا، وبتعرف سانسا انها وعدت كاتلين بحماية بناتها. بس بيتر بيحاول يطلع ان بريان قاتلة وانها قتلت رينلي، وبيقول انا عمري ما عرفت ان كاتلين عندها مقاتلة مخلصة اسمها بريان، بس بريان بتقول له ان ستانيس هو اللي قتل رينلي وعرفت كاتلين بعدها. فبيتر بيقول لسانسا ان بريان فشلت في حماية رينلي وكاتلين، فليه نخلي مقاتلة فاشلة تحمي سانسا؟ وفعلا سانسا ما كانتش مرتاحة لبريان وبتأمرها تمشي، وبريان بتدرك ان بيتر هيؤمر رجالته يقتلوها، فبتضرب رجالة بيتر وبتخرج وبتركب الحصان وبتقتل اللي بيقف في سكتها وبتهرب هي وبودريك. بس في حوالي 5 جنود بيطاردوهم، وفي جندي بيوصل لبودريك وكان هيقتله، بس بريان بتوصل وبتدافع عن بودريك وبتقتل كذا جندي. وبريان كانت شايفة ان سانسا مش هتبقى في امان مع واحد زي بيتر، فبتقرر تتبع تحركات سانسا. اما اريا ستارك فبتوصل لمدينة برافوس وبتتفرج على شكل المدينة واهلها وعجبها كل شيء حواليها، والقبطان بيوصلها للمبنى ده وبيقول لها هنا هتلاقي جاكن هاجار، وبعدها بيمشي. واريا بتخبط على الباب وبيفتح لها رجل عجوز شكله مخيف، وبتقول له جاكن اداني العملة دي، فبيقول لها مفيش حد هنا بالاسم ده وبيقفل في وشها الباب. واريا بتتضايق وبتقعد جنب المبنى طول اليوم وبتردد في اسامي الناس اللي عايزة تقتلهم لحد تاني يوم الصبح. ولما بتفقد الامل بترمي العملة بتاعت جاكن في المية، وبعدها اريا بتتمشى في شوارع المدينة وبيظهر 3 اشخاص عاوزين يسرقوا السيف اللي مع اريا، بس لما بيظهر الشخص العجوز المخيف هم بيقلقوا منه وبيمشوا. واريا بتقرر تمشي ورا الشخص العجوز وبتسأله انت مين، وهو بيشيل القناع وبيطلع انه جاكن هاجار، وهي بتستغرب انه قال لها ان مفيش حد هنا بالاسم ده، فبيقول لها علشان انا ماليش اسم، انا لا احد وانتي لازم تكوني لا احد، وبيسمح لها تخش البيت بتاعه. وبعدها جيمي بيروح يقابل سيرسي، وسيرسي بتوريله انهم جالهم هدية من عيلة المارتيل، والهدية عبارة عن تعبان متعلق في بقه سلسلة مارسيلا، ومارسيلا دي تبقى بنت جيمي وسيرسي، وحاليا هي في مدينة دورن عند المارتيل. وبيفهموا من الهدية ان عيلة مارتيل بيهددوا انهم هيقتلوا مارسيلا علشان ينتقموا لموت اوبرين مارتيل. وسيرسي كانت هتتجنن على بنتها، وبتقول لجيمي انت اب فاشل علشان مش عارف تحمي عيالك، ابننا الاول مات والتانية مخطوفة في دورن، وابننا التالت هيتجوز مارجري الخبيثة. فجيمي بيقول لها انا هحاول اصلح الموقف وهروح لدورن علشان اخطف بنتنا منهم وارجعها. سيرسي بتستخف بيه وبتقول له ازاي هترجع بنتنا بايد واحدة، بس جيمي ما كانش ناوي يروح لوحده، هو كان هياخد معاه برون اللي في الوقت الحالي بيقابل مراته المستقبلية وبيتفرج على القلعة اللي هيعيش فيها لما يتجوزها. بس هي بتقول له ده مش هيحصل علشان اختي اللي هتورث القلعة مش انا. برون بيتضايق وبيجيله احباط، وبعدها جيمي بيجي يقابل برون وبيقول له انا من رايي ما تتجوزش البنت دي. برون بيقول له بس انا اتفقت مع سيرسي اني اتجوز البنت. جيمي بيقول له انسى الجوازه دي وهجوزك بنت احلى منها وهدي لك قلعه اكبر، بس في المقابل هتيجي معايا لمدينه دورن في مهمه تحرير مارسيلا. وبرون بيوافق لان القلعه اللي بيحلم بيها مع البنت راحت من ايديه. وبنروح لمدينه دورن مع إيلاريا مرات اوبرين، وكانت بتراقب مارسيلا من بعيد وبتروح تتكلم مع اخو اوبرين الكبير اللي اسمه دوران، ومستغربه ان اخوه مات وهو ما خدش موقف لحد دلوقتي. فدوران بيقول لها اخويا مات في القتال فموته مش جريمه ومش لازم انتقم. إيلاريا بتطلب منه يجهز جيش ويحارب عيله اللانستر علشان ينتقم لاوبرين، بس دوران بيرفض. فهي بتقول له انا على الاقل عايز اقتل مارسيلا وهبعتها قطع صغيره لامها. برضه دوران بيرفض وبيقول لها احنا مش هننتقم من بنت صغيره. فإيلاريا بتتعصب منه وبتمشي. وبعدها تيريون وفارس بيتحركوا في عربيه مغلقه، وده لان سيرسي هتدي
بلقب لورد، لا هي شخص هيقتل تيريون لانستر. وتيريون وفارس حاليا رايحين لمدينة ميرين. وفي المشهد اللي بعده بنشوف شخصين بيقدموا لسيرسي راس شخص قزم وبيدعوا ان دي راس تيريون لانستر، بس سيرسي بتعرف بسهولة ان ده مش تيريون. فالحارس بيسأل سيرسي لو يرمي الشخصين دول في السجن علشان بيحاولوا يخدعوكي، بس سيرسي بترفض علشان محدش من القتلة يخاف ويكملوا بحث عن تيريون. وبعدها سيرسي بتروح تقعد على كرسي مساعد الملك، والوزراء بيستغربوا من ده لان سيرسي مش مساعد الملك. فبتقول لهم انا عارفة ان ما ينفعش واحدة ست تاخد المنصب ده، بس انا هفضل جنب ابني وانصحه لحد ما يكبر ويختار بنفسه شخص يبقى مساعد الملك. وكذا واحد من الوزراء بيقترح انه يبقى مساعد الملك، بس سيرسي بترفض وبتعين شخص اسمه كابرين يبقى وزير الاخبار والشائعات. واللورد بايسل بيتعصب من القرار ده لانه مش بيحب قايبرن وحسه منافس ليه. وسيرسي بتقول لبايسل قايبرن احسن منك في حاجات كتير، ومش بتهتم لبايسل لما بيتكلم، وبتوجه كلامها لعمها كيفن لانستر وبتعينه وزير الحرب. بس كيفن مش بيعجبه ان سيرسي بتهدي الاوامر، وبيقول لها انا عايز الملك بنفسه يديني منصب الوزير، وانتي مش من سلطتك تقولي لي اعمل ايه. وبيسيب الاجتماع وبيقوم. بينما داريو وجراي وجنود الأنصالد بيدوروا على رجالة عصابة هاربي، وهيداريو بيكتشف إن في شخص منهم مستخبي ورا الحيطة وبيقرروا يقبضوا عليه. ودينيرس ورجالتها بيفكروا يعملوا إيه مع فرد العصابة ده، وكل واحد منهم بيقول رأي، بس دينيرس بتقتنع أكتر برأي براستيان وإنها تحاكم فرد عصابة هاربي قدام أهل المدينة علشان يعرفوا إنها ملكة عادلة. بس في شخص اسمه موسى دور بيحذر دينيرس وبيقول لها إن أهل المدينة ما يعرفوش يعني إيه رحمة أو محاكمة، والحاجات دي بالنسبة لهم غريبة لأن كل اللي يعرفوه هو الدم والقتل. فدينيرس بتمشي كل المستشارين علشان تفكر مع نفسها، بس براستيان بيطلب يتكلم معاها على انفراد وبيكلمها عن أبوها إيريس تارجيريان وعن الطريقة اللي اتعامل بيها مع المقاومة. وبيقول لها أنا كنت حارس شخصي عنده، وفي الوقت اللي حصل تمرد عليه أبوكي بدأ يحرق كل المقاومة اللي تمردوا عليه وقتل أبناء قدام أبهاتهم، وهو كان بيضحك وهو شايف الناس بتتحرق، وبسببه قامت الثورة وكل افراد التارجيريان ماتوا. فحاولي تكوني حكيمه وما تكونيش زي ابوكي. دينيرس بتتاثر بكلامه وبتقول له انا مش هقتل عصابه هاربي الا لما يتحاكموا الاول. بس موسى دور بيروح لفرد العصابه المسجون وبيقرر يقتله، وبيقول لدينيرس انا عملت كده علشانك، وهي بتساله ليه قتلته، المفروض كان يتحاكم الاول. فبيقول لها علشان انا مش هقدر اشوف المقاومه بيتفوقوا عليكي لاني مش عايز ارجع عبد عند حد. دينيرس بتتاثر بكلامه وبالرغم انها متعاطفه مع موسى دور بس بتقرر تحاكمه وتعاقبه لان حياة اي شخص غالية وما ينفعش نقتل حد بسهولة. وبتطلع قدام الشعب اللي كان كله بيحبها ومسمينها الام، وهي بتقول لهم انا وعدتكم بالعدالة والحرية، بس للاسف موسى دور قتل شخص من دون وجه حق وعقوبته هي الموت. بس الشعب بيطلبوا الرحمة لموسى دور وبيفضلوا يتوسلوا انها تكون رحيمة، بس دينيرس مش بتتأثر وبتأمر داريو يقتل موسى دور. ومن وقتها الشعب بينقلب على دينيرس لانهم مش فاهمين يعني ايه قانون ويعني ايه تطبيق العدالة. هم كده فهموا ان دينيرس بتقتل شعبهم. وفي شخص رمى طوبة على قادة العائلات، والحراس بيتصدوا للشعب والمستشارين بيأمنوا دينيرس لحد ما يوصلوها للهرم. وبالليل دينيرس بتسمع صوت في البلكونة، ولما بتخرج تشوف ايه مصدر الصوت بيطلع انه دروجون اللي اخيرا رجع بعد ما غاب لشهور كتير. ودينيرس كانت عايزة تلمسه بس هو بيطير تاني. وفي الشمال ستانس وديفوس بيقابلوا جون، ويوميها كان يوم انتخابات القائد الأعلى للنايت ووتش. وديفوس بيقول لجون إن غالبا سورن هيكسب، ولو كسب هيخلي أيامك جحيم لأنه شايفك شخص خاين ومتعاطف مع الهمج. وستانس بيقول لجون أنا لو مكانه مش هعتبرك خاين، بالعكس هديلك مكافأة لأنك شخص شجاع. وستانس بيقول له لو ساعدتني في الحصول على وينترفيل هخليك ولد شرعي وهتتحول من جون سنو لجون ستارك وهتبقى حاكم مملكة وينترفيل. جون بيتفاجئ جدا من الكلام ده لان لو اسمه اصبح جون ستارك فمحدش هيضايقه تاني وهيقول له انت ولد غير شرعي، وحياته هتتغير كليا، وفوق ده هيصبح ملك وينترفيل. وجون بيروح يتناقش مع سام في الموضوع ده وبيقول له اني اكون ولد شرعي دي اكتر حاجة نفسي فيها في حياتي، وكان نفسي نيد ستارك يطلب من روبرت ان اسمي يبقى ستارك. سام بيقول له انا مبسوط بالخبر ده لانك تستحق، بس للمفاجأة جون بيقول له انا هرفض عرض ستانيس لاني قطعت قسم على نفسي
نفسي للنايت واتش اني اخدم هنا لاخر يوم في عمري، فازاي ابقى حاكم وينترفيل وانا موافقتش بوعدي؟ وبعدها بيتم عمل انتخابات قائد النايت واتش، والحارس سلنت بيقف يتكلم عن سورن وانه يستحق يبقى القائد الاعلى، وانه كان قائد عظيم لما الهمج هجموا علينا وبفضله انتصرنا على الهمج. وسام مش بيعجبه الكلام ده لان جون كان هو القائد الحقيقي في الحرب ضد الهمج، وفي ناس بيتحمسوا من كلام سلنت. وكان في مرشح تاني قدام سورن اسمه دينيس، والتصويت كان على وشك يبدأ، بس سام بيتدخل وبيقاطع التصويت وبيقول ان سلنت مجرد شخص جبان وشفته مستخبي وقت الحرب وكان عاملها على روحه من الخوف، والكل بيضحك على كلام سام. وسام بيكمل وبيقول في وقت الحرب كان جون سنو هو القائد الحقيقي وهو اللي قاتل بشجاعة ودافع عن الجدار، وراح يتكلم لوحده مع مانس وكان حواليه مئات المقاتلين من الهمج، بس مع ذلك جون ما خافش. وفي نفس الوقت كان عارف ان في حراس من النايت واتش هيكرهوه لانه بيتحالف مع الهمج، بس هو كان كل اللي همه يدافع عننا. وقبل ده كله راح عمل مهمة عظيمة وانتقم من المتمردين. جايز جون سنو صغير في السن بس هو الشخص اللي نقدر نعتمد عليه، وفي ناس كتير بيتحمسوا من خطبة سام، بس سورن بالطبع كان بيكره جون وبيقول ان جون حب واحدة من الهمج، وراح يتكلم مع مانس عدة مرات ومحدش يعرف اتكلم معاه في ايه. جايز يتكلم معاه انه يخون النايت واتش. وكلنا شفنا جون وهو بيخلص مانس من العذاب لما قتله بالسهم. فتحبوا تصوتوا لشخص زيي قاتل الهمج طول حياته، ولا شخص زي جون اللي حب واحدة من الهمج؟ وكله بيصوت وبيقدم اسم المرشح بتاعه في ورقة، وبعدها بيتم فرز الأصوات، والنتيجة كانت تعادل ما بين جون وسورن. وبيجي الدور على اللورد ايمون علشان يدي صوته وهو بيختار جون سنو، وبكده جون أصبح القائد الأعلى للنايت واتش. وجون كان فرحان ومش مصدق إن ده حصل. وفي بيت جاكن أريا كانت بتنظف الأرض وبتتكلم مع جاكن وبتقول له أنا بقالي 4 أيام بنظف الأرض وأنا ما جيتش هنا علشان أنظف الأرض. فبيسألها طيب جيتي ليه؟ بتقول له أنا جيت علشان أكون تلمستك وتعلمني القتال وأكون بلا وجه. قال لها أنت بالفعل بتتعلمي، بس لازم الأول أتأكد إنك هتستعملي القوة لمصالحك الشخصية بس. وأريا بتشوف بنت بتتدرب زيها اسمها ويف وبتحاول تسألها شوية أسئلة، بس ويف مش بترد عليها. وبعد شوية وقت ويف بتسأل أريا انت مين؟ أريا قالت لها أنا لا أحد. فويف بتضربها وبتقول لها انت كدابة. وجاكن بيتدخل وبيقول لويف إن أريا لسه مش جاهزة، بس أريا عايزة تثبت إنها جاهزة وإنها تقدر تكون لا أحد وبلا وجه. جاكن مش بيقتنع إنها جاهزة تبقى لا أحد لأن أريا لسه معاها السيف بتاعها ولبسها وفلوسها، وبيسألها إزاي هتكوني لا أحد وانت شايلة حاجات أريا ستارك. وأريا بتحس إن كلام جاكن صح، فبتقرر تجمع كل حاجاتها وترميهم في البحر، بس مش بتقدر ترمي السيف بتاعها لانه كان هدية من اخوها جون سنو، وبتروح تدفنه وسط الصخور. وفي كينجز لاندنج تومين ومارجري هيتجوزوا، بس سيرسي ما كانتش مبسوط، خصوصا انها بتسمع الشعب بيهتفوا باسم مارجري. حتى في الزفاف ما كانتش مبسوطة. وبالليل مارجري بتحاول تقنع تومين بذكاء يتخلص من سيرسي، وبتقول له انها بتعاملك على انك طفل بالرغم انك الملك، وهي اكيد ما قدرتش تستحمل فقدان جوزها وابنها وابوها، فبالتالي هي هتخاف عليك بشدة وهتفضل عينها عليك. وتومين بيتأثر بكلام مارجري، وتاني يوم بيطلب من سيرسي تروح لكاسترلي روك، وهو بيقول لها اكيد المكان اللي انت اتربيتي فيه وانت صغيره وحشك، فليه ما تروحيش لهناك؟ بس هي بترفض وبتقول له كينجز لاندنج بقت وطني، خصوصا وانك عايش هنا. وسيرسي مش بيعجبها كلامه وبتروح تقابل مارجري، وهو بيدور ما بينهم قتال عنيف بالكلام. وسيرسي بتمشي وهي متضايقه لانها حاسه ان مارجري منتصر عليها. وبعدها بتروح تقابل رئيس الدين الجديد اللي اسمه سبارو، واللي بيكون شخص بسيط جدا وفاتح مطعم مجاني للفقراء. وسبارو مقتنع بالمساواة ما بين كل الناس لدرجة انه بيمشي من غير جزمة، وادى جزمته لشخص محتاجها اكتر منه، والدين بتاعه فيه نفس المعتقدات. وسيرسي بيعجبها المعتقدات بتاعت سبارو وبتقوله الايمان بالدين شيء مهم جدا في العالم، وبتقرر تعمل تحالف مع سبارو. وبنروح للشمال في وينترفيل، ورجالة بولتن بيعملوا شوية تعديلات في قلعة وينترفيل. وسيون بيشوف شخصين مسلوخين على البوابة للورد من لوردات وينترفيل ومراته، واللي عمل كده كان رمزي لأن اللورد مرضاش يدفع ضرايب لرمزي، وبولتن ما كانش عاجبه تصرفات ابنه العنيفة. فرمزي بيقول له ما ينفعش نسيب حد يهين عيلتنا، أنا سلخت اللورد لأنه قال لي إن الشمال هيفضل لعيلة الستارك بس. فبولتن قال له مش هنعرف نحكم الشمال لو كل العائلة
عائلات عملوا ثورة علينا، وتايوان لانستر خلاص مات ومحدش هيقف جنبنا، وعائلة اللانستر عمرهم ما هيساعدونا، فبالتالي لازم نعمل تحالفات مع عائلات تانية، والتحالف ده هيحصل لما انت تتجوز بنت مناسبة، والبنت دي هتعزز مكاننا في الشمال. ورمزي ما كانش لسه عارف مين الزوجة اللي بولتن بيتكلم عنها. وفي المشهد اللي بعده بنشوف بيتر وسانسا بيقربوا من وينترفيل، وسانسا بتدرك ان ده الطريق لوينترفيل، فبتسأل بيتر انت واخدني لهناك ليه وبولتن محتل وينترفيل؟ فبيقول لها علشان هجوزك لرمزي بولتن. سانسا بتتصدم وبتقول له بولتن قتل اخويا وخان عيلتي. بيتر بيقول لها وينترفيل دي بلدك لانك من الستارك، بس سانسا بتفضل رافضه وبتقول له انا هموت من الجوع ولا اني اروح اتجوز رمزي. فبيتر بيهديها وبيقول لها انا مش هجبرك تتجوزي رمزي، انت لسه ما تعرفيش معزتك عندي، لو فعلا انت رافضه هنرجع من مكان ما جينا، بس اسمعي رايي الاول، انت بالك سنين عايشه في قسوه من يوم ما قتل ابوكي، وكفايه انك تفضلي تهربي وتستخبي من حد، العالم ده ما فيهوش عداله، وانسب قرار ليكي انك تتجوزي رمزي. وسانسا بتهدى وبتوافق على كلامه، وبيوصلوا هما الاتنين لقلعه وينترفيل. وسانسا بتتاثر لما بتخش بيتها القديم، وبولتن بيقول لبيتر ان عيله اللانستر هيتضايقوا منك لما يعرفوا انك كنت سبب في جواز سانسا ورمزي. بيتر قال له عيله اللانستر اصبحت ضعيفه من بعد ما تايوان مات، وجيمي بايد واحده، وتومين ملك ضعيف، وبعد ما مارجري اصبحت الملكه فمكانه سيرسي هتضعف يوم عن يوم. وبعدها ستانيس بيخش يقابل القائد الأعلى الجديد جون سنو، وستانيس بيسأله هل فكرت في العرض بتاعي بخصوص انضمام الهمج للجيش بتاعي وإن اسمك يبقى جون ستارك؟ جون قال له أنا طول عمري نفسي أكون جون ستارك، بس أنا مضطر أرفض العرض بتاعك علشان ولائي للنايت ووتش. ستانيس قال له أنت عنيد وشريف زي أبوك، بس ما تنساش إن الشرف اللي قتل أبوك. جون بيسأله أنت ناوي تقعد لإمتى في قلعة النايت ووتش؟ علشان للأسف ما عندناش أكل كفاية يكفيك انت ورجالتك، ده غير اننا بنأكل الهمج والشتا بيقرب والمفروض نخزن الاكل. ستانيس قال له اسبوعين وههجم على وينترفيل، وطالما الهمج مش عاوزين يقاتلوا علشاني فهم احرار. وبياخد بعضه وبيمشي، بس ديفوس بيقعد مع جون وبيقول له ستانيس عنده ثقة كبيرة فيك وشايف فيك شخص كويس، علشان كده هو عايزك معاه، ولو واجبك انك تدافع عن النايت ووتش واي خطر يهدد المملكة فالمفروض تنقذ وينترفيل، لان وينترفيل مش بتاعت بولتن واكيد هيحصل فيها كوارث بسببهم، وده رأيي الشخصي. وبعدها بيمشي، وجون بيفكر في كلام ديفوس بجدية. وبعدها جون بيروح يوزع الادوار والمناصب الجديدة على حراس النايت ووتش، وبالرغم من كل اللي سورن عمله معاه بس بيدي لسورن رتبة عقيد اول، ودي رتبة عالية في النايت ووتش، وبيدي لسلنت مهمة حراسة البوابة الرمادية. سلنت بيعترض على القرار ده وبيرفض يطيع اوامر جون سنو، فجون بيقول له انا مش بعرض عليك عرض، انا بأمرك. فسلنت بيقوم يزعق في جون وبيقول له ادي اوامرك للحراس اللي صوتوا ليك، وهل اقول لك تحط اوامرك دي فين؟ فجون مش بيفكر كتير وبيقرر يطبق عقوبة الموت على سلنت، والحراس بيكتفوا سلنت وبياخدوه للساحة، وجون بياخد سيفه وبيجهز علشان يقتل سلنت، وسلنت بيترعش من الخوف وبيطلب الرحمة من جون، وجون بيتردد وكان على وشك يتراجع، بس بيقرر يطبق القانون وبيقطع راس سلنت بضربة سيف واحدة. وستانيس بيشوف اللي حصل وبيحترم جون اكتر. وبعدها تيريون وفارس بيقرروا يستريحوا في الطريق ويقعدوا في مطعم، وللصدفة جورا كان في نفس المطعم، وبيقرر يقبض على تيريون علشان يسلمه لدينيريس. وبعدها جورا بيضرب صياد وبيفقده الوعي لأن الصياد بيمتلك سفينة، وبيشيل تيريون وبيحطه على السفينة وبيتحرك بيها. وتاني يوم تيريون بيطلب منه يحرره، وتيريون ما كانش يعرف مين ده وكان معتقد انه هيسلمه لسيرسي، بس جورا بيقول له انا هسلمك لدينيريس لانك اخو جيمي لانستر اللي قتل ابوها، ولما اسلمك ليها هتدرك ولائي ليها وهرجع مستشار عندها. تيريون قال له يا على الصدفة، انا كمان كنت رايح لدينيريس، بس جورا مش بيصدقه. وتيريون لانه شخص ذكي بيحلل لهجة جورا ولبسه وبيعرف ان ده جورا مورمنت، وبيقول له من المفترض انك كنت بتتجسس على دينيريس وشكلها اكتشفتك وتخلت عنك، بس انا ما اعتقدش انها هتسامحك لما تسلمني ليها. وجورا بيضربه علشان يسكت.
وبعدها بنروح لدينيريس، وهيزدار بيجي يقابلها وبيطلب منها تاني تسمح للشعب يتقاتلوا في بطولة القتال، وهيزدار بيفهمها ان دي تقاليد ترفيهية للشعب، بس هي مش بتقتنع ان القتل يتسمى ترفيه. فبيقول لها التقاليد دي هي اللي هتخلي الشعب مترابطين علشان هيبقى فيه ما بينهم شيء مشترك. وفي المشهد اللي بعده بنشوف عصابة هاربي بيقتلوا الشعب في الشوارع، وبيعملوا كمين لعدد صغير من جنود الانصالد، وعصابة هاربي كان عددهم اكبر وبيقتلوا كذا واحد منهم، وجنود الانصالد بيعافروا معاهم، وبيطلع نجري واحد من ضمن الجنود وبيتضح انه مقاتل قوي وبيقتل كذا واحد من العصابة. وفي نفس الوقت بقية افراد العصابة بيعملوا كمين لجنود تانيين، وجري اصبح واقف بيقاتل لوحده وافراد العصابة حواليه في كل مكان. بس براستيان بيوصل وبيقف يقاتل افراد العصابة بكل شجاعة، ولانه من اقوى المقاتلين في تاريخ ويستروس بيقدر يقتل عدد كبير منهم، وكان عنده استعداد يضحي بنفسه لاجل حماية الملكة دينيريس. وللاسف بيتهزم بسبب عامل السن وبيقدروا يطعنوه كذا مرة، وجري بينقذ براستيان من الموت، وجري اصبح مصاب بشدة. وللاسف براستيان ما قدرش يستحمل الاصابات ومات لانه فقد دم كتير. وعلى الجانب الآخر جيمي وبرون كانوا راكبين السفينة ومتجهين على مدينة دورن، وبعد ما بيوصلوا بينزلوا على الشاطئ، بس في 4 فرسان من مملكة دورن بيعرفوا بوجودهم وبييجوا يسألوهم انتوا مين، وبرون بيكذب عليهم ومش بيقول لهم على أساميهم الحقيقية، لأن لو الفرسان عرفوا إن ده جيمي لانستر هيقتلوه في الحال، بس الفرسان بيأمروهم يرموا السيف. فبرون بياخد قرار إنه يتقاتل معاهم، وبيقتل أول فارس بمهارة عالية وبيقطع رجلين الحصان اللي جاي عليه، وجيمي بيتقاتل مع الفارس ده، بس جيمي ما كانش عارف يقاتل بايده الشمال والفارس كان هيقتله، بس جيمي بيصد الضربة بايده الحديد وبيقتله بالسيف، وبرون بيكون قتل باقي الفرسان. بس على الجانب الاخر إيلاريا مرات اوبرين بتقابل بناتها وبتقول لهم ان دوران رفض يخش في حرب مع اللانستر، فلازم ننتقم من عيلة اللانستر بنفسنا، واحنا عندنا مارسيلا بنت سيرسي ونقدر نتصرف ونقتلها. بس واحدة من بنات إيلاريا بتقول لأمها في مشكلة، انا خطفت قبطان السفينة ده وقال لي على اخبار مهمة، وان جيمي لانستر وصل لدورن، وإيلاريا بتدرك انه جاي يخطف مارسيلا واحنا لازم نقتلها قبل ما هو يوصل لها، وبنات إيلاريا مصممين على الانتقام. وبعدها سيرسي بتحضر اجتماع مع الوزراء وبتعرف ان البنك الحديدي بيطالب المملكة بدفع الديون اللي عليهم، بس المملكة مش هتقدر تدفع غير نص الدين. وزعيم عيلة الطيريل اللي اسمه ميس بيقول لسيرسي انا اقدر اسلف المملكة من فلوس عيلة الطيريل والمملكة تدفع لي الفلوس على مهلها، بس سيرسي بترفض الفكرة دي لان ميس طيريل ياما سلف فلوس للمملكة، وبتقول لميس انا عايزاك تروح للبنك الحديدي وتحاول تتفاوض معاهم علشان يخفضوا الديون اللي علينا، والحارس ترنت هيكون معاك في الرحلة دي علشان يضمن سلامتك. وميس بيوافق وبيمشي، وسيرسي كان هدفها من كده ان زعيم عيلة الطيريل يختفي لبعض الوقت لانها بتخطط لمحاربة عيلة الطيريل بطريقة معينة. وبعدها سيرسي بتقابل سبارو وبتقول له في جرائم بشعة كتير بتحصل في المملكة والناس اصبحوا بيخافوا من السيوف مش من الدين والآلهة، وانا بعرض عليك اخلي رجالتك مسلحين علشان ينزلوا الشوارع ويحاربوا الجريمة اللي اصبحت منتشرة وينشروا الدين الجديد، وفي شخص معين عايزاك تحاربه وتقبض عليه لانه بيرتكب ذنوب كتير. وسبارو بيوافق وبيقول لها ده شرف ليا ما كنتش اتوقعه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف رجالة سبارو بيدمروا براميل الخمرة وبيوت الدعارة وبيقبضوا على لورس طيريل بتهمة انه بيرتكب ذنوب. ومارجري بتتعصب وبتروح تواجه تومن وبتقول له سيرسي خلت اخويا يتحبس وانت وعدتني انك هتمشيها من كينجز لاندنج، وهي غيرانة انك بقيت بتسمع كلامي وبتحبني وهي بتحاول تنتقم مني، وانا مش هقدر استحمل اشوف اخويا محبوس، ولو انت بتحبني لازم تساعدني. فتومن بيوعدها انه هيتصرف وبيروح يواجه سيرسي بالموضوع ده، وسيرسي كانت ذكيه وبتقول له مش انا اللي قبضت على لورس وما تنساش انك الملك، روح اتكلم مع سبارو علشان يحرر لورس. وهي كان هدفها تسلم تومن لسبارو لان سبارو هيقدر يتصرف مع تومن بطريقته. وفعلا تومن بياخد بعضه ورايح للمعبد اللي فيه سبارو، بس رجاله سبارو بيقفوا في سكته وبيمنعوه من الدخول وبيقولوا له سبارو بيصلي وهو مش عاوز حد يقاطعه، والحرس الملكي بيطلبوا الاذن من تومن انهم يقتلوا الرجاله دول، بس تومن لانه طيب بيرفض وبيسمع الشعب المتدين بيقولوا عليه ولد غير شرعي وان تومن اتولد من علاقه محرمه، وتومن بيتضايق من الكلام ده وبيمشي.
وبيرجع لمارجري وبيقول لها انا معرفتش احرر لورس بطريقه سلميه، فهي بتقول له بقى ملك الممالك السبعه وحامي المملكه معرفش يسجن شويه ناس متعصبه بعد ما خطفوا اخو مراته. وتومن كان ضعيف الشخصيه وبيقول لها اكيد في حل تاني. فمارجري بتقول له انا هرجع لعيلتي وبتسيبه وبتمشي. وبعدها ميليساندرا بتقابل ستانيس وبتساله ناوي على ايه في الفتره الجايه. قال لها اني اروح اقاتل بولتن واحرر وينترفيل منه. ميليساندرا قالت له في حرب بلاك ووتر انت ما خدتنيش معاك بسبب ديفوس. ستانيس قال لها بالعكس المره دي انا محتاجك معايا. وميليساندرا بتروح تقابل جون وبتطلب منه يجي مع ستانيس لما يهجم على وينترفيل، لان جون حافظ قلعه وينترفيل كويس وعارف نقط الضعف بتاعتها. جون بيرفض وبيقول لها انا بنتمي للنايت ووتش، والنايت ووتش مش بيشاركوا في الحروب اللي تخص الممالك السبعه. وميليساندرا بتحاول تقنع جون بطريقتها، لكن جون بيفضل مصر على رايه. وعلى الجانب الاخر سانسا بتروح تزور تماثيل عيله الستارك المتوفيين، وبيتر بيجي يقابلها وبيقف قدام تمثال ليانا ستارك اخت نيد ستارك واللي بسببها قامت ثوره روبرت براسيون على عيله التارجيريان. وبيتر بيحكي لسانسا انه قابل ليانا ستارك مره واحده في حياته، وساعتها كانت في بطوله مبارزه وحاضر فيها الملك ايريس تارجيريان ونيد ستارك وروبرت براسيون وكل الناس. وكان من المفترض ان ليانا تتجوز روبرت، واخر مبارزه كانت ما بين براستيان وريجار تارجيريان، وريجار قدر يفوز في المبارزه بس ما راحش سلم على مراته إيليا مارتيل، وراح حط تاج من الورد على رجل ليانا ستارك. ومن بعدها بوقت قليل اتقال ان ريجار خطف ليانا، وساعتها قامت ثوره روبرت على عيله التارجيريان وفي آلاف من الناس ماتوا بسبب عمتك ليانا ستارك. وسانسا كانت معتقده ان ريجار خطف ليانا وقتلها، وبيتر بيعرفها انه هيروح لكينجز لاندنج علشان سيرسي طلبت تقابله. سانسا بتقول له ما ينفعش تسيبني هنا لوحدي، بس هو بيطمنها وبيقول لها عيله بولتن ممكن يموتوا قريب لان ستانيس براسيون بيخطط يحاربهم، وستانيس قائد عسكري شاطر وعنده جيش كبير واتوقع انه هينتصر. وبيسيبها وبيمشي. وبعدها دينيريس بتبص على جثة براستيان وهي متضايقة انها فقدت مقاتل قوي ومخلص زي ده اللي سافر من قارة ويستروس مخصوص علشان يخدمها، وبتقول انه مات بشجاعة وهو بيقاتل وما كانش مستخبي. ودينيريس بتؤمر ان كل قادة العائلات يحضروا قدامها، وبتروح عند المقبرة اللي محبوس فيها التنانين. وموت براستيان خلى دينيريس تتجنن، وبتؤمر رجالتها يخلوا قادة العائلات يتقدموا ناحية البوابة، وبتؤمر داريو يزق واحد عشوائي والتنين بيظهر وبيحرقوا. وبعدها الاتنين بياكلوا جثته، وباقي القادة كانوا مرعوبين. ودينيريس بتهدى وبتقرر تسيب باقي القادة عايشين. بينما جون سنو بيروح يتكلم مع اللورد ايمون لان ايمون شخص حكيم، وبيقول له انا عايز اخد رايك في حاجه، انا بفكر في قرار معين ولازم عليا اخده، بس المشكله ان نص حراس النايت ووتش هيكرهوني بعدها. ايمون قال له نص الحراس بيكرهوك بالفعل، ومش عاوز اعرف ايه القرار اللي انت بتفكر فيه، انت جواك طفل صغير، اقتل الطفل وخليك راجل كبير لان الشتا بيقرب. وفعلا جون بيتشجع وبيروح يقابل تورمنت وبيساله مين قائد الهمج دلوقتي. تورمنت قال له من بعد مانس ما بقاش في قائد. جون قال له انا ممكن احررك لاننا مش اعداء وانتوا بتنتموا للممالك السبعه. تورمنت قال له طالما انت قتلت الهمج تبقى عدو ليا. جون بيقول له انا كنت بأدي واجبي لان حراس النايت ووتش بيدافعوا عن المكان بقالهم 8000 سنه، والمعارك اللي ما بين الهمج والنايت ووتش هتنتهي لان انا القائد الاعلى وانا اللي امرت بكده. انا هحررك علشان تروح تجمع كل الهمج وتقنعهم يجوا يعدوا الجدار بهدوء وسلام، وانا هفتح البوابه وهخليهم يعدوا وهشوف لهم اراضي يعيشوا فيها، ومش مستني حد يركع لي زي ستانيس. تورمنت قال له امال هتستفاد ايه؟ جون قال له انا عايزهم يقاتلوا علشاني لما اطلب منهم. تورمنت في البدايه بيرفض ان الهمج يقاتلوا لصالح جون، بس جون قال له انت كده بتحكم على كل الهمج بالموت لاجل كبريائك بدل ما تعمل معاهده سلام. وجون بيستفزه وبيقول له شكلك شخص جبان. فتورمنت بيتعصب وبيقول له مش هتقدر تقول كده في وشي لو كنت متحرر. فجون بيحرر ايده من الكلبشات وبيتكلم معاه بجديه وبيقول له الوقت ضيق، لازم الهمج يعدوا الجدار بسرعه لان الوايت ووكرز بيقتربوا وهيقتلوا الهمج الاول، فكر كويس علشان تنقذ شعبك. تورمنت قال له معظم الهمج في منطقه هارد هوم وانا مش هقدر اروح لهناك وارجع مع الهمج من غير سفن. فجون قال له هحاول اقنع ستانيس يديلك السفن، وتورمنت بيوافق وبيطلب من جون يجي معاه علشان الهمج يسمعوا من القائد الاعلى للنايت ووتش ان
إنه محتاجهم ويتأكدوا إن محدش هيهجم على السفن وهم راجعين، ولو ما جيتش معايا أنا مش هروح. وجون بيضطر يوافق، ولما بيروح يحكي لحراس النايت ووتش على الموضوع ده كلهم بيرفضوا إن الهمج يعدوا الجدار، لأن الهمج أعدائهم من زمان وقتلوا إخواتهم وعائلاتهم. والوحيد اللي في صف جون كان سام اللي بيقول إحنا ممكن نسيب الهمج يعدوا الجدار ونديهم أراضي قديمة، بس كل الحراس مش بيقتنعوا ومتفقين على شيء واحد، إن ما يتعملش معاهدة سلام مع الهمج. وجون كان عنده سبب واحد يخليه موافق إن الهمج يعدوا الجدار، وإن الوايت ووكرز يقدروا يقتلوا الهمج، والهمج بعدها هيصبحوا من جيش الوايت ووكرز. وبعد الاجتماع ده الطفل جرين بيتكلم مع جون، وجرين ده اللي شاف عيلته بيموتوا من الهمج، وبيسأل جون هل انت فعلا موافق تعمل تحالف مع الهمج؟ جون قال له انا عارف شعور انك تفقد اهلك وعيلتك، بس الشتاء بيقترب والوايت ووكرز بيقتربوا مع الشتاء ومش هنعرف نقاتلهم لوحدنا. وجرين مش بيعجبه رأي جون وبيمشي. بينما سانسا فبتخش للزنزانة اللي فيها إقفاص الكلاب، وبتتصدم لما بتشوف إن سيون محبوس في قفص زيه زي الكلاب، وبتتقرف من المنظر اللي هو فيه ومش بتتعاطف معاه لأنها معتقدة إن سيون قتل إخواتها بران وريكون. وسانسا بتتغدى مع بولتن ومراته ورمزي وسيون اللي بيقدم لهم المشروبات، ورمزي بيقول لسانسا ما تتعصبيش من سيون، أنا عذبته علشان قتل إخواتك وما بقاش سيون بتاع زمان، بقى شخص ضعيف ومنكسر. وسيون ما كانش عنده الجراءة انه يعترف انه ما قتلش بران وريكون اصلا، وخايف لو قال كده رمزي يعذبه. ورمزي بيقول لسانسا ان بعد ما كل عيلتك ماتوا سيون اصبح اقرب شخص ليكي، فهو اللي هيقدمك ليا في الفرح. وهي سانسا بتتصدم من الكلام ده وبتقول مع نفسها يعني مرة يقدمني جوفري ومرة يقدمني سيون، ايه النحس ده؟ وبولتن بيقول لرمزي خبر صادم وان مراتي حامل وغالبا هيكون ولد. والابتسامة بتروح من على وش رمزي لان الطفل ده هيكون شرعي اكتر من رمزي. وهي سانسا مبسوطة لان رمزي متعصب. وبعدها رمزي وبولتن بيتكلموا على انفراد، وبولتن بيقول له ان ستانيس ناوي يهجم علينا بجيشه علشان يحتل وينترفيل، وبعدها يتجه على كينجز لاندنج وانا عايز مساعدتك في الدفاع عن وينترفيل. ورمزي بيوافق يساعده. وبعدها ستانيس بيقابل سام، وستانيس بيقول له ابوك راندل هزم اخويا روبرت قبل كده في معركة، وهدي المعركة الوحيدة اللي خسرها روبرت في حياته. ابوك كان مقاتل قوي بس انت مش باين عليك مقاتل خالص، وسمعت انك قتلت وايت ووكر. سام بيحكي له انه قدر يقتله بالدراجون جلاس، وانا بقرا كتب كتير علشان اجمع معلومات عن الوايت ووكر. وبعدها ستانيس بيقول لديفوس جه الوقت اننا نمشي ونتجه على وينترفيل، وديفوس بيقترح عليه يستنى لما جون يرجع ومعاه جيش الهمج. ستانيس بيرفض وبيقول له انا مش هستنى المدة دي كلها، كده كده معايا رجالة اكتر من رجالة بولتن وانا خايف الشتاء يجي في اي وقت. وستانيس بيؤمر ان مراته وبنته يجوا معاه. ديفوس بيعترض وبيطلب منه يسيب مراته وبنته هنا، بس ستانيس برضه بيرفض لان قلعة النايت ووتش مش امان. وبنت ستانيس اللي اسمها شيرين كانت متحمسة انها تروح لوينترفيل. وجون بيقابل ستانيس، وستانيس بيقول له انا هديلك السفن علشان تروح تجيب بيهم الهمج. وجون بيوعده انه هيرجع السفن ليه وبيتمنى له التوفيق في الحرب ضد بولتن. وبعدها ستانيس بيتحرك مع رجالته. وبعدها جراي بيفوق من الغيبوبة اللي كان فيها بسبب إصابته، وبيلاقي ميساندي جنبه وكانت بتطمن عليه، وبيتضايق لما بيعرف إن باراستيان مات، وبيحس إنه خذل دينيريس. وميساندي بتحاول تواسيه وبتقول له أنت قتلت بشجاعة، أنتوا بس تعرضتوا لكمين وعددهم كان أكتر منكوا. جراي بيقول لها أنا مش متضايق من الإصابات، أنا متضايق لأني لما خدت الطعنة ووقعت على الأرض حسيت بالخوف وكنت متضايق إني مش هشوفك تاني. وميساندي بتعيط من كلامه. بعدها دينيريس بتقابل هيزدار وبتقول له انا رجعت في كلامي، انا موافقه ان بطوله القتال تتعمل علشان عادات اهل المدينه تكمل ويكونوا مترابطين، وتاني قرار انا خدته اني اتجوز شخص من قاده العائلات، والشخص ده هو انت، علشان اقوي علاقتي اكتر بشعب مدينه ميرين. وهيزدار بيشكرها على قراراتها وهو بيكون متفاجئ انه هيتجوز دينيريس. وبنرجع لتيريون وجورا اللي كانوا في طريقهم لدينيريس، بس الطريق كان طويل جدا وبيوصلوا دلوقتي لمدينه فاليريا، ودي زمان كانت مدينة عريقة جدا وأجمل مدينة في العالم، وعيلة التارجيريان كانوا بيعيشوا هنا قبل ما يعيشوا في قارة ويستروس. وحاليا مدينة فاليريا أصبحت متدمرة علشان حصل فيها بركان ضخم، وفجأة وهم بيتحركوا بالمركب بيشوفوا التنين دراجون طاير فوقيهم. وتيريون كان في قمة الصدمة لما شاف، وبيتلهوا مع التنين تماما لحد ما في شخصين بينطوا على المركب بتاعهم، والشخصين دول مصابين بمرض التدرج الصخري، وده مرض معدي جدا
جدا وملوش علاج وبيحول الجسم كله لصخر، والمصابين بالمرض بيحصل لهم تلف في الدماغ وبيكونوا عدوانيين جدا، وبمجرد ما شخص منهم يلمس شخص عادي المرض بينتقل. وجورا بيحاول يتصدى لهم وفي نفس الوقت بيحاول يتجنب لمسهم، وتيريون كان مربوط واخره يتحرك ويبعد عنهم، وجورا كان قدر يقتل شخص فيهم. وتيريون نط في البحر علشان يتجنب التاني، بس التاني بيشده من جزمته في المية. وتيريون لما بيفوق بيلاقي نفسه على الشط مع جورا، وبيطلع ان جورا قدر ينقذ تيريون، وتيريون ما اتصابش بالمرض. وجورا بيكذب على تيريون وبيقول له انا كمان محدش لمسني، بس في الواقع المرض اتنقل لجورا، وكده مسألة وقت وجورا هيموت. وبعدها أريا كانت بتنفذ التعليمات اللي خدتها من جاكن وبتغسل جثة شخص ميت، وما كانش عندها فكرة ايه الهدف من كده. وبييجوا أشخاص وبياخدوا الجثة وبيقفلوا الباب وبيمشوا، وأريا كان عندها فضول تعرف هما بيعملوا ايه بالجثث، بس ويف بتمنعها من التجسس وبتأمرها ترجع تكمل شغلها، وبتقول لها كل حاجة هتعرفيها في الوقت المناسب. وأريا مهما سألتها أسئلة مش بتعرف تستفاد منها. وبعدها أريا بتشوف أب فقير دخل البيت وشايل بنته وبيحطها على الأرض وبيتكلم مع أريا وبيعرفها بنفسه وإنه مش قادر يعالج بنته المريضة، وبيطلب من أريا تقتلها وتخلصها من العذاب. وأريا بتروح تشوفها وبتقول لها ما تخافيش، أنا برضه كنت قربت أموت زيك، وأبويا جابني هنا علشان ينقذني وشربت من النافورة وخفيت. وطبعا دي قصة مش حقيقية، بس أريا بتتقمص شخصية لا أحد علشان تخرج من شخصية أريا ستارك وتبقى قادرة تحكي قصة محكمة في أي موقف، وبتفهم إن وجود الأب وبنته المريضة ما هو إلا مجرد تدريب من جاكن، ومستني يشوف أريا هتتصرف ازاي. وأريا بتقدم للبنت مية من النافورة، والبنت الصغيرة ماتت بعد ما شربت المية. وجاكن بيشوف أريا وبيمشي، فأريا بتتحرك وراه وبتوصل للدور اللي تحت وبتخش أوضة فيها أقنعة لوشوش حقيقية كتير، وكلهم وشوش حقيقية لناس ماتوا، وبتفهم إن دول وشوش الجثث اللي بتغسلهم. وجاكن وتلاميذه بيستخدموا الوشوش دول عن طريق سحر معين علشان يستخدموا أسلوب بلا وجه. وجاكن بيسألها هل انت مستعدة تتخلي عن وشك وعن أحلامك وذكرياتك وعن اللي بتحبيهم وبتكرهيهم؟ وأريا كانت عايزة تلبس قناع من الأقنعة، بس جاكن قال لها الخطوة دي مش دلوقتي. وبعدها تيريون بيحكي لجورا السبب اللي خلاه يجي لهنا، وانه اتهم في مقتل جوفري وقتل تايوان، وبعدها هرب وجه لقارة اسوس. وجورا بيتعاطف جدا مع تيريون بعد ما سمع قصته. وتيريون بيحكي عن ابو جورا اللي اسمه مورمنت اللي كان القائد الاعلى للنايت ووتش، وبيقول له ابوك كان شخص طيب بس للاسف مات غدر من حراس النايت ووتش. وجورا بيتضايق لما بيعرف ان ابوه مات، وبيكملوا في طريقهم مشي لمدينة ميرين. وجورا بيحكي له لما شاف دينيريس دخلت النار وانا كنت معتقد انها هتتشوي وهتموت، بس بالعكس لقيتها خارجه من النار عايشه وشايله 3 تنانين. وبالرغم ان عيلتي زمان انضموا لروبرت وحاربوا التارجيريان، بس انا قررت اقاتل لاجل دينيريس. تيريون قال له بس ده مش معناه انها هتكون ملكه عظيمه، لان معروف ان التارجيريان مجانين. وجورا بيخبي تيريون ورا صخره علشان القراصنه اللي هناك ما يشوفوهمش، بس بيتضح ان القراصنه وراهم وكانوا مسلحين وبيقبضوا على تيريون وجورا وهياخدوهم كعبيد. فجورا بيقول لهم دينيريس لغت العبودية. زعيم القراصنة قال احنا مش رايحين لمدينة ميرين، واصلا دينيريس هتنظم بطولة قتال. فتيريون بيستخدم ذكائه اللي بيخرجه من اي مشكلة، وبيقول لزعيم القراصنة جورا ده اقوى مقاتل في الممالك السبعة، خده معاك بطولة القتال وبالتأكيد هيكسب وهيكسبك فلوس كتير. وفي البداية زعيم القراصنة بيستهزأ بجورا، بس جورا بيقول له انا هزمت احد مقاتلين الداثوراكي في قتال، ودي ما كانتش كدبة، دي كانت حقيقة وحصلت في الموسم الاول. وجورا بيقول له خدني للبطولة وهكسبك فلوس كتير. وزعيم القراصنة بيصدق كلام جورا وبيقرر يتجه على بطولة القتال في مدينة ميرين. وبكده تيريون وجورا هيروحوا لدينيريس. وبعدها بيتر بيوصل لكينجز لاندنج وبيقابل سيرسي وبيتكلموا سوا في الأحداث الأخيرة اللي حصلت مؤخرا. وبيتر بيقول لها ما كانش صح تأمري بالقبض على لوراس تايريل، بس سيرسي بتتظاهر إنها ملهاش علاقة بالموضوع ده، وبتقول له رجالة الدين الجديد هم اللي قبضوا عليه وكل حاجة في إيد الملك. وسيرسي بتتكلم معاه عن وفاة لايسا تالي، وبتقول له أنا بقيت عارفة إن مملكة الوادي أصبحت تحت أمرك، بس هل جيش مملكة الوادي هيقاتل في صف العرش لو أنا احتاجته؟
فبيتر قال لها طبعا انا ولائي دايما للعرش ولعيلة اللانستر. وبيتر بيكلمها عن جواز سانسا ورمزي، وسيرسي لما بتعرف بتتعصب جدا لان كده بولتن بالجوازة دي هيعزز مكانه في وينترفيل ومش هيحتاج عيلة اللانستر تاني ومش هيخدمهم لو طلبوه. وبيتر الخبيث بيعمل نفسه ما كانش يعرف ولا ليه يد في الجوازة دي، وهو قال لسيرسي علشان يكسب جميع الاطراف ويطلع كسبان تحالف الكل بدون نقاش. اللورد بيتر هو اذكى شخص في عالم جيم اوف ثرونز. وسيرسي بتقول لبيتر انا هسلخ بولتن وابنه وهنتقم منهم، وسانسا دي ليها عقاب لوحده لانها كانت سبب في وفاة جوفري. فبيتر بيهديها وبيقول لها ستانيس هيتجه على وينترفيل وهيقاتل جيش بولتن، واحنا اللي علينا اننا نتفرج ونستنى نشوف مين الكسبان، والكسبان هيكون منهك وتعبان فبعدها يجي دورنا ونهجم عليه ونحتل وينترفيل بنفسنا، وانا بعرض عليكي خدماتي واني اجمع فرسان الوادي واهجم على الطرف الكسبان، وده مش هيكلفك ولا عملة واحدة ولا جندي من جنود اللانستر. سيرسي بيعجبها كلام بيتر وبتسأله عاوز ايه في المقابل، قال لها اكون حاكم وينترفيل الجديد، وسيرسي بتوافق وبتطلب منه يقتل سانسا ويحط راسها على رمح، والخبيث بيوافق. وبعدها أولينا تايريل بتيجي تقابل سيرسي وبتتكلم معاها بخصوص القبض على لوراس، وبتقول لها التحالف ما بين عيلتي وعيلة اللانستر هيتوقف وهسحب الدعم المادي والزراعي لو لوراس ما خرجش من السجن. لكن سيرسي بتتظاهر انها مش السبب في القبض عليه، وبتقول لها لو التحالف ما بين العيلتين انتهى فكده المملكة هتضعف وممكن يحصل حروب وده هيبقى بسببك. فأولينا بتقول لها انا ما كنتش بثق في ابوكي بس كنت بحترمه لانه ما كانش غبي وكان فاهم انه لازم يشتغل مع العدو بتاعه مش يدمره. سيرسي قالت لها هيتم التحقيق مع لوراس تايريل علشان نفهم هو ليه اتقبض عليه، ولو بريء هيخرج من السجن وتحالف العيلتين هيفضل مستمر. واولينا بتاخد بعضها وبتمشي وهي متعصبة، وسيرسي حتى الآن منتصرة على الكل وبتدير كل شيء في كينجز لاندنج بذكاء شديد. وجريمة لوراس انه بيعمل علاقات غير شرعية كتير، ولوراس بينفي الاتهامات دي، ولما طلب شهادة مارجري هي برضه بتنكر ان اخوها بيعمل علاقات غير شرعية. فسبارو بيطلب شهادة صاحب لوراس اللي اسمه اوليفر، وللمفاجأة اوليفر بيشهد ان لوراس فعلا بيعمل علاقات غير شرعية ومارجري عارفة بكده، ولان مارجري كدبت فبالتالي رجالة سبارو بيقبضوا على مارجري وعلى لوراس. واولينا وتومن مصدومين ان الملكة بيتقبض عليها وتومن مش عارف يتصرف ازاي. وعلى الجانب الاخر جيمي وبرون بيتسللوا لقلعة عيلة مارتيل وبيوصلوا لمارسيلا وكانوا هياخدوها ويمشوا، بس بنات إيلاريا بيظهروا وبيدور قتال ما بين الطرفين، بس فرسان المملكة بيتدخلوا وبيوقفوا القتال وبيقبضوا عليهم جميعا. وبعدها في وينترفيل بيجي يوم جواز سانسا ورمزي، وسيون بيجي لسانسا علشان يرافقها للزفاف بس هي بترفض تلمسه، وبيتقدموا هما الاتنين جنب بعض، ورمزي بيستلم عروسته وبيخشوا لأوضتهم سوا. ورمزي الحقير بيأمر سيون يتفرج عليهم وهما بيعملوا العلاقة، وبيقول له زي ما شفت سانسا وهي طفلة هتشوفها لما بقت ست. وسانسا بتتضايق من كده وبتعيط، وسيون بيعيط وبيكون محرج جدا، ورمزي هدفه يكسر سانسا ويخليها تحت طوعه بالعافية. وبعدها جون سنو بيحرر تورمنت علشان هيتجهوا سوا لمنطقة هاردهوم ويجيبوا كل الهمج لقلعة النايت واتش. وسورن وجرين والكل كانوا متضايقين من قرار جون، وسام بيدي لجون كيس فيه خناجر مصنوع من الدراجون جلاس علشان يستخدموها في محاربة الوايت ووكرز لو اضطروا. وبعدها ايمون تارجيريان بيشوف الطفل الرضيع ابن جيلي، وضحكة الرضيع بيتفكروا باخوه الصغير ايج لان ايمون اصلا من عيلة التارجيريان، وايج ده اللي هنشوفه في مسلسل A Night of the Seven Kingdoms اللي هينزل الشهر الجاي واكيد هنلخصه. والمسلسل هيركز على فترة من فترات حكم عيلة التارجيريان للممالك السبعة، ودي الفترة اللي عيلة التارجيريان بدأت تضعف فيه. وبعدها ايمون بيفضل يتكلم ويفتكر ذكرياته مع ايج، وبعدها بدقايق بيموت ايمون وبيتعمل له مراسم الدفن. وبعدها سانسا بتطلب من سيون المساعدة وبتقول له رمزي بيعذبني كل ليلة، وبيبان على دراع سانسا آثار التعذيب، بس سيون الجبان بيقول لها مش هقدر اساعدك، وهي بتحاول تفوقه وتخليه يثق في نفسه. وسيون بيمشي وبيفكر في كلامها، بس سيون بيخاف وبيقول لرمزي ان سانسا بتفكر تهرب. فرمزي قتل الخدامة بتاعت سانسا اللي كانت الخدامة بتاعتها من الطفولة، ورمزي عذبها قبل ما يقتلها وعلقها على شجرة، وعمل كده كعقاب لسانسا، وسانسا ما كانتش قادرة تستحمل المنظر
بينما جيش ستانيس فبيضطر يتوقف في نص الطريق ويخيموا في الغابة بسبب ان في عاصفة شديدة حلت عليهم، وستانيس بيعرف ان في 40 مقاتل مات بسبب السعة واحتمال مقاتلين اكتر يموتوا ولسه الطريق طويل لوينترفيل. وديفوس بيقترح على ستانيس انه يتراجع دلوقتي ويرجعوا كلهم لقلعة النايت ووتش، بس ستانيس بيرفض الفكرة علشان ما يتقالش عليه جبان، وبيقول له الشتا بيقرب ولو ما هجمتش دلوقتي هستنى سنين كتير لحد ما الشتا ينتهي. وستانيس مصمم ياخد المخاطرة، وديفوس مش بيقدر يقنع ستانيس وبيمشي، وستانيس بيطلب رأي ميليساندرا في اللي بيحصل وبيقول لها انا وثقت فيك كتير ولسه لحد دلوقتي ما بقتش الملك. فهي بتقول له انا شفتك في النار وانت منتصر، وشفت معركة قوية حصلت في التلج، وشفت اعلام عليها شعار عيلة بولتن بتقع على الارض، وشفت جورج وهو بيلخص الموسم السادس زي ما اهل القناة عايزين. وبتقول لستانيس احيانا لازم نضحي علشان نكسب، وانت شفت دم الملوك بيعمل ايه لما استخدمنا دم جندري ابن روبرت. فبيقول لها بس احنا مش معانا جندري هنا. قالت له معانا حد احسن من جندري وهي بنتك ودمك بيجري في عروقها، ولانها بنتك فهي بتمتلك دم ملكي. ستانيس بيتصدم وبيقول لها انت اتجننتي. ميليساندرا بتقول له مفيش حل تاني، انت اللي هتصبح الملك وانت اللي هتقود الجيوش في محاربة الوايت ووكرز، انت عايش علشان الحرب دي. بس ستانيس بيرفض انه يضحي ببنته وبيأمرها تخرج. وبعدها القراصنة بيبيعوا جورا في مزاد، والمشتري بياخد جورا لوحده من غير تيريون. فتيريون بيتصرف وبيقول للمشتري انا مقاتل كويس برضه، والكل بيضحك على الكلام ده. فتيريون عرف يضرب واحد من القراصنة ونزل فيه ضرب بعنف، والمشتري وافق يشتري تيريون علشان بيضحكوا. وبعدها بنروح لمدينة ميرين، وبطولة القتال هتبدأ النهاردة، ودينيرس موجودة علشان تتفرج على القتالات. وبالطبع جورا وتيريون كانوا من ضمن المقاتلين، وجورا بيفرح لما بيشوف دينيرس من بعيد، ودينيرس ما كانتش قادرة تشوف القتل والدم قدامها وكانت هتاخد بعضها وهتمشي، بس هزدار بيحاول يقنعها تفضل موجودة. وجورا لما بيحس ان دينيرس ممكن تمشي في اي وقت بيلبس خوذة وبيخش الحلبة بسرعة بالرغم انه ما كانش دوره اصلا. وجورا بيقاتل كل مقاتل موجود وبيتغلب عليه، ودينيرس بيعجبها المقاتل ده ولسه ما تعرفش ان ده جورا. وبعد ما جورا انتصر عليهم بيكشف عن نفسه لدينيرس، وهي بتحاول تتظاهر انها مش متفاجئة وبتأمر رجالتها ياخدوه بعيد. وجورا بيقول لها استني انا جبتلك هدية، وتيريون بيظهر وبيقول لها انا الهدية وبيعرف نفسه لدينيرس، وهي بتتصدم لما بتعرف ان ده تيريون لانستر. وبعدها اولينا بتقابل سبارو وبتحاول تقنعه باي طريقة علشان يحرر مارجري ولورس، وفي البداية بتجرب تديله رشوة وبتقول له انا هخليك اغنى رجل في العالم، بس الحل ده بيفشل. وبيقول لها انا هدفي في الحياة اخدم الدين بتاعي. فاولينا بتهدد انها مش هتبعت محاصيل تاني لكينجز لاندنج، وبالتالي كل اهل المدينة هيموتوا من الجوع. بس برضه الحل ده بيفشل مع سبارو، وبيقول لها انتوا الاقلية واحنا الاغلبية، ولو الاغلبية بطلوا يخافوا من الاقلية حالنا هيتحسن جدا. واولينا بتتعصب من الراجل ده. بينما تومن فما كانش بياكل علشان متضايق على مارجري، وبيزعق في سيرسي وبيقول لها انا الملك ومش عارفه اتصرف، وهي بتحاول تهديه وبتقول له انا برضه كنت الملكه بس فقدت ناس كتير في حياتي، في حاجات كتير بتحصل في العالم مش هتقدر تتحكم فيها حتى لو انت الملك. وبتقول له انا هتكلم مع سبارو يمكن الاقي حل وهعمل اي حاجه علشان انت تفرح. وبعدها سيرسي بتروح تقابل مارجري في الزنزانه وبتمثل عليها انها بتواسيها ومهتمه بيها وجايبه لها اكل، ومارجري مش بتهتم وبتطلب منها تمشي. وسيرسي بتقول لها احنا بنحاول نتصرف علشان نخرجك بس سبارو شخص صعب التعامل. ومارجري بتقول لها انا عارفه ان انت السبب وانت اللي دخلتيني السجن، وبتزعق في سيرسي وبتأمرها تخرج. وسيرسي بتكون مبسوطه بعد ما شمتت فيها، بس فرحه سيرسي مش بتكتمل وبتروح تقابل سبارو. وسبارو بيقول لها مارجري واخوها هيتحاكموا على خطاياهم، وسيرسي بتشكره انه بيساعدها في تقديم العداله. وسبارو بيتكلم معاها عن الدين بتاعه وبيقول لها لما نشيل الذهب والألقاب من كل شخص بيظهر على حياته، علشان كده مفيش فرق ما بين غني وفقير. وبيسأل سيرسي هنلاقي ايه لما نشيل منك الذهب والألقاب، وسيرسي ما كانتش لسه فاهمة هو يقصد ايه. وسبارو بيكمل وبيقول من مدة جالي شاب واعترف لي بخطايا كتير عملها، بس هو ترك كل الخطايا والمجد واسم عيلته وانضم للدين، ودلوقتي روحه بقت خفيفة وطاهرة وهو عنده كلام كتير عنك.
وسبارو كان يقصد لانس اللانستر اللي كان في علاقة غير شرعية مع سيرسي زمان، وسبارو بيقلب الترابيزة على سيرسي وأصبح عاوز يعاقبها ويقبض عليها بسبب الخطايا اللي عملتها، بالرغم إن سيرسي وقفت جنبه، بس هو كان عنده مبدأ إن كل الناس سواسية وكله لازم يتعاقب على خطاياه مهما كان منصبه. وسيرسي كانت هتمشي بس بتلاقي قدامها ست عملاقة اسمها سبتل وبتمنع سيرسي من التحرك، وسيرسي بتزعق وبتفضل تقول أنا الملكة، بس ده مش بيفرق في حاجة لأنهم قبضوا على مارجري فأكيد هيقبضوا على سيرسي وهيرموها في الزنزانة. وسيرسي بتقول لسبتل آخر وش هتشوفيه قبل ما تموتي هيكون وشي. وبعدها بنروح لدينيريس اللي بتسأل تيريون انا ليه ما قتلكش دلوقتي وابقى انتقمت من عيلتك بعد اللي عملوه في عيلتي. تيريون قال لها انا بالفعل انتقمت من اللانستر لما امي ماتت يوم ما انا اتولدت وقتلت ابويا في الحمام. فدينيريس بتقول له كده انا ما اقدرش اثق في واحد خاين قتل ابوه. تيريون قال لها انا عارف قصتك بالكامل واعتقد انك اخر فرصة ان العالم يصبح مكان كويس، بس انت هتحتاجي المساعدة. انا حافظ مدينة كينجز لاندن كويس وعارف نقط ضعف وقوة كل عيلة. فهي بتقول له الامور دي ما تهمنيش، انا عندي جيش كبير و3 تنانين كبار يعني هنتصر في اي حرب هدخلها. تيريون قال لها السياسة ليها طرق تانية غير الحرب وانا كنت مساعد شاطر بس للاسف كنت بخدم ملك براس حيوان اسمه جوفري. فدينيريس بتقول له قول لي رايك اتصرف ازاي مع جورا الخاين. تيريون بيحاول يهديها ناحية جورا وبيفهمها انه شخص مخلص ليها جدا وعنده استعداد يموت علشانك وما بقاش نفس الشخص اللي جه اسوس علشان يتجسس عليكي. بس دينيريس كانت متضايقه ان جورا ما اعترفش بجرايمه وجرايمه اتكشفت من مصدر خارجي. فتيريون بيقول لها هو بس كان خايف انك مش هتسامحيه وهو في الواقع بيحبك جدا. بس دينيريس بتفضل مصره ان جورا ما يرجعش ليها وبتأمر رجالتها يرموا جورا بره المدينه وجورا بيتضايق وبيمشي وتيريون بيفضل موجود. وبنروح لسيرسي في الزنزانه وهي مجرده من لبسها الفاخر وشكلها بقى متبهدل، وسبتل بتخش تديها معلقه ميه وبتأمرها تعترف بالخطايا بتاعتها. وسيرسي بتطلب تتكلم مع ابنها وسبتل بتضربها بالمعلقه وبتحرمها من الميه وبتسيبها وبتمشي. وبعدها قايبرن بيخش يقابل سيرسي وده من رجاله سيرسي المخلصين وبيقول لها ان المحاكمه بتاعتك هتتم قريب وسبارو بيتهمك بالعلاقه الغير شرعيه وقتل روبرت باراسيون. وسيرسي بتقول كل ده كذب وما حصلش وبتسأل عن جيمي وتومن. قايبرن قال لها ان جيمي لسه مرجعش من مهمته وتومن منعزل في اوضته ومش بياكل وحزين ان امه ومراته اتقبض عليهم. وقايبرن بيقول لها كمان ان بايسل ادى لعمك كيفن لانستر منصب مساعد الملك وهم دلوقتي اللي بيديروا كل شغل المملكه وبصراحه مش مهتمين ليكي. فسيرسي بتتعصب وناويه تنتقم منهم لما تخرج. وقايبرن بيقترح على سيرسي انها تعترف بخطاياها ودي الطريقه الوحيده اللي ممكن يدوكي براءه فيها. بس سيرسي بترفض بشده وبتقول له انا اللي صنعت سبارو وخليته شخص مهم ومستحيل اركع قدامه. وبعد مرور يومين شفايف سيرسي اتشققت بسبب قله الشرب وسبتل بتطلب منها تعترف بخطاياها وسيرسي بتعرض عليها الرشوه بس تخرجها من هنا. بس سبتل كانت راهبه متدينه ومش هاممها الفلوس وبتكب الميه على الارض لان سيرسي رفضت تعترف. وبعد ما خرجت سيرسي كانت بتلحس الميه اللي على الارض. وبنروح لأريا ستارك اللي بتتدرب قدام جاكن على تقمص شخصية تانية غير شخصيتها وبتنزل للسوق وبتتعايش بالشخصية الجديدة وإنها بتبيع الأكل البحري ومهمتها إنها تعرف تخفي هويتها الحقيقية وتعرف تتصرف في مكان غريب عنها وتتعامل على إنها قديمة في الشغلانة دي. وجاكن بيكون أمرها تبيع الأكل البحري لشخص معين والشخص ده يبقى مقامر وبيراهن على الصيادين إذا كانوا هيوصلوا لوجهتهم ولا لأ، والمقامر بيفوز في حالة إن الصيادين ما قدروش يرجعوا من رحلتهم وماتوا. بس المقامر بيكون نصاب ومش بيرضى يدفع الرهانات اللي عليه. واريا بتحكي كل ده لجاكن وجاكن بيديها مهمة جديدة وانها تقتل المقامر بإزازة السم دي. وبعدها بنروح لاختها سانسا وبتقول لسيون انا لو مكان رمزي كنت عذبتك اكتر من كده لانك خنتنا وقتلت اخواتي الصغيرين. سيون قال لها انا استحق كل اللي حصل لي لاني خنت روب واحتليت وينترفيل بس ما قتلتش بران وريكون، هم هربوا من وينترفيل وانا ما قدرتش الاقيهم. وسانسا
سانسا بتتصدم لما بتعرف ان اخواتها عايشين، بينما بولتن فكان حط خطة كويسة لمحاربة ستانيس، واسوار وبوابات القلعة اصبحوا اقوياء وهيستحملوا هجمات جيش ستانيس، واصبحوا مستعدين للحصار او القتال. والعاصفة اللي حلت على جيش ستانيس كانت من حسن حظ بولتن، ورمزي كان عنده رأي مختلف وبيطلب من ابوه 20 مقاتل قوي وهيعمل بيهم خطة معينة. وانا بقترح اننا نهجم على جيش ستانيس بس بذكاء علشان كل اهل الشمال يعرفوا اننا مش جبناء. وبولتن بيوافق يديله 20 مقاتل. اما في مدينة ميرين فتيريون ودينيريس بيقعدوا سوا وبيتعرفوا على بعض اكتر وبيتكلموا عن ابهاتهم، وتيريون بيقول لها ابويا كان نفسه ان يموت في يوم من الايام، ودينيريس بتقول له ابويا استحق لقب الملك المجنون بسبب تصرفاته المجنونة. تيريون قال لها احنا الاتنين اتولدنا من ابهات فظيعة، بس كان قرار حكيم منك انك تعملي بطولة القتال زي ما الشعب كان عايز، لكن قرار جوازك من شخص انت مش بتحبيه ما كانش قرار صح، لان اختي قتلت روبرت وهي ما كانتش بتحبه. وتيريون بيكلمها عن فارس وانه شايفك الاصلح لحكم ويستروس، وانا بثق فيه جدا، وانا كنت اتحولت لشخص بائس وكاره للحياه، بس فارس اقنعني اعيش علشان اخدمك واساعدك في احتلال ويستروس. ودينيريس بتبقى اقتنعت بكلام تيريون ووثقت فيه، وبتطلب منه يبقى المساعد بتاعها، وبتعرفه انها ناويه تروح ويستروس قريب وهدمر اي عيله تقف قصادي. وعلى الجانب الاخر الطفل جرين بيقابل سام وبيساله ليه جون سنو عاوز ينقذ الهمج ويدخلهم وسطنا، بالرغم ان الهمج دول قتلوا ابويا وامي وقتلوا حراس نايت ووتش كتير. سام قال له الهمج بشر زينا، فيهم ناس طيبه وناس وحشه. جرين قال له بس تورمنت اللي جون حرره كان بيقود القبيله اللي هجموا على قريتي وقتلوا عيلتي. فسام بيتكلم معاه عن الوايت ووكرز وانهم هيهجموا على كل البشر، فاحنا لازم كلنا نتحد علشان نحارب الوايت ووكرز. فجرين بيقول له ماذا لو الهمج بعد ما دخلوا وسطنا قتلونا كلنا واحد ورا واحد؟ سام قال له جون بياخد المخاطرة، وانا فاهم انه يبان قرار غلط لناس كتير، بس بعدين هتدركوا انه كان قرار صح، وانا واثق في جون، بس بيبان ان جرين مش مقتنع بالكلام ده. وبعدها بنروح لجون سنو وتورمنت وبيوصلوا لمنطقة هاردهوم، بس الهمج مش بيكونوا مبسوطين وهم شايفين جون سنو، وبيقابلوا قائد الهمج الحالي وبيسأل تورمنت ايه اللي بيحصل بالظبط، ليه جون سنو معاك؟ وتورمنت بيطلب انهم يجمعوا القادة ويقعدوا سوا ويتكلموا في مكان هادي، وجون بيقول انا وتورمنت بقينا حلفاء، بس قائد الهمج بيتعصب وبيقول لتورمنت انت خاين، وبيهين تورمنت وبيقول له انت بقيت الكلب بتاع جون سنو. فتورمنت بيتعصب ونزل ضرب في القائد لحد ما قتلوه. وبعدها جون وتورمنت بيقعدوا مع قادة قبائل الهمج، وجون بيعرف نفسه ليهم وانه القائد الاعلى للنايت ووتش، وبيقول لهم انا عارف اننا مش بنحب بعض، بس انا جاي اكلمكم علشان خايف على حياتكم، لان الوايت ووكرز هيقتلوكوا لو ما عدتوش معايا الجدار، ولو اتحدنا سوا هنقدر نهزمهم. والهمج مش بيقتنعوا بكلامه وبيقولوا من امتى حراس النايت ووتش خايفين علينا؟ احنا في حرب معاكم بقالنا 8000 سنة. فجون بيقول لهم اللي هينضم لينا هديله خناجر الدراجون جلاس اللي بتقتل الوايت ووكرز، ولما تيجوا معايا هنسيبكوا عايشين في اراضي في الشمال وهتقدروا تزرعوا فيها وتبداوا حياة جديدة، بس بشرط انكم تنضموا للحرب اللي هتحصل ضد الوايت ووكرز. وقائد قبيلة سن اللي اسمه لبودا بيسأل فين مانس، فجون قال له مانس مات وانا قتلته بسهم. فالهمج بيتعصبوا وبيصوروا على جون، ولبودا كان هيقتل جون بس تورمنت بيتدخل وبيحكي اللي حصل وان ستانيس حرق مانس، بس جون انقذه من العذاب. وجون بيقول للهمج انا خسرت 50 حارس من النايت ووتش لما حاربناكوا وانا مش ناسي تضحياتهم، بس مع ذلك انا بفكر في النهارده في خطر بيقرب مننا واسمه الوايت ووكرز، ودول مش هتقدروا تحاربوهم لوحدكم، وحراس النايت ووتش مش هيقدروا يحاربوهم لوحدهم، وحتى جيش كينجز لاندنج مش هيقدروا يحاربوهم، بس لو اتحدنا كلنا سوا وبقينا قوة واحدة جايز نتغلب عليهم. وفي ناس كتير بيتأثروا بكلام جون وبيقرروا يثقوا فيه، ومن ضمنهم قائد العمالقة، بس لبودا بيرفض يثق في جون وبيعتقد ان ده فخ، وان كل الهمج اللي هيركبوا السفن مع جون هيتعمل عليهم كمين وهيموتوا، واللي بيكونوا وافقوا ينضموا لجون كان عددهم قليل جدا. وجون محبط لان في كتير رفضوا يثقوا فيه. تورمنت قال له شعب الهمج عنيد بس الاكل قرب يخلص منهم ومفيش حيوانات يصطادوها، في النهايه هيضطروا ينضموا لينا. والهمج بيبداوا يركبوا السفن، لكن فجاه الكلاب بتنبح وفي عاصفه ثلجيه جايه من الجبال ودرجه الحراره بتقل جدا، والكل بيخاف وبيحسوا ان في حاجه هتحصل. وليبودا بيؤمر باغلاق بوابات المينا بالرغم ان في الاف من شعب الهمج خلف البوابات،
البوابات، بس ليبودا عمل كده علشان البوابات تقلل من قوة العاصفة، وكل اللي كانوا خلف البوابات بيصرخوا من الرعب والاستغاثة، ومع الوقت صوتهم كان بيختفي تماما، وليبودا بيقرب وبيبص من الفتحات اللي ما بين البوابة وبيلاقي الوايت ووكرز بيهجموا على البوابات وبيبدأوا في تدميرها، والهمج بيطلقوا السهام على الوايت ووكرز، وفي عدد كبير من الهمج بيخاف وبيجروا ناحية السفن والمراكب، والوايت ووكرز بينطوا من فوق البوابات وبيعدوا من تحت الأرض، والهمج بيجروا من الرعب بدون تفكير وبيتجهوا ناحية السفن، ومحدش بقى بيهتم للتاني. ومهما الوايت ووكرز اتضرب عليهم سهام ده مش بيأثر في حاجة، لأنهم أولا مش بيموتوا وأعدادهم كانت ضخمة، وكل الهمج أصبحوا في حالة ذعر وبيضربوا بعض علشان يركبوا القوارب، وفيهم اللي بينط في المية. وجون كان خايف إن بقية الوايت ووكرز يعدوا البوابات، فبيسحب سيفه وبيأمر حراس النايت واتش اللي معاه بالهجوم. وبالرغم إن الوايت ووكرز أسلحتهم كانت بدائية، بس أعدادهم كانت كتيرة وكانوا شرسين، وجون والحراس وبعض مقاتلين الهمج بيقتلوهم. وجون بيشوف قادة الوايت ووكرز واقفين على الجبل وبيفتكر خناجر الدراجون جلاس وبيتجه على الخيمة علشان يجيبهم، والعملاق بيخرج من الخيمة والوايت ووكرز بيحاولوا يوقعوه، بس هو بيدوس عليهم وبيقتلهم. وجون وليبودا بيخشوا الخيمة وبيقابلوا مقاتل قوي من الوايت ووكرز وباين عليه انه من القادة، وليبودا بيقرر يقاتله عقبال ما جون يلاقي الدراجون جلاس، بس قائد الوايت ووكر بيقتله بسهولة وبيرمي جون بعيد قبل ما كان هيوصل للدراجون جلاس. وجون حاول يقاتله بالايد بس بيفشل وبيمسك سيف علشان يقاتله بيه، بس القائد دمر السيف بكل سهولة، وجون وصل للسيف بتاعه وبيجري بره الخيمة والقائد جاي وراه علشان يقتله، بس جون صد الضربة بالسيف، والقائد كان متفاجئ ان سيف جون صد الضربة، وجون سدد له ضربة قوية وقتله. وبيطلع ان جون عرف يصد الضربة لان سيف جون من معدن الفاليريان، وبيتضح كمان ان الوايت ووكرز بيموتوا من معدن الفاليريان، والنايت كينج كان شاف اللي حصل ده بينما الحرب كانت لسه شغالة، والوايت ووكرز بيقتلوا الهمج بكل عنف وعدم رحمة. وزميل جون بيقول له لازم نهرب حالا ومش مهم الدراجون جلاس، وجيش الوايت ووكرز كانوا في ازدياد وبيوقعوا البوابات، فجون وتورمنت وكل اللي عايشين بيجروا ناحية البحر وبيركبوا القارب وبيتحركوا، وواحد من العمالقة واقف بيعطل الوايت ووكرز وبعدها بيخش المية، وجون بيشوف الناس اللي ما قدروش يهربوا وهم بيموتوا، وتورمنت زعلان على عشيرته اللي معرفش يحميهم، والنايت كينج بيتقدم وبيبص على جون من بعيد وبيرفع بايده لفوق وبيقوم كل البشر اللي ماتوا وبيحولهم لوايت ووكرز، وده معناه ان جيش الوايت ووكرز زاد بعد الحرب دي. وجون بيتصدم من اللي هو شايفه، والساحل مليان بجيش الوايت ووكرز وبيدرك قوة النايت كينج الحقيقية. وبعدها جون والهمج بيرجعوا للجدار، وسورن لما بيشوفهم من فوق بيتضايق وكان نفسه ما يفتحش البوابات ليهم، بس بيضطر يفتح البوابات لان القائد الاعلى ادى امر بكده، وفعلا الهمج بيعدوا الجدار. وجون بيقول لسام ان دول اعداد قليله جدا من الهمج، واللي ماتوا كانوا اكتر من دول بكتير، وانا حاسس ان انا فشلت لاني رحت علشان انقذهم بس معظمهم ماتوا. سام بيقول له بالعكس انت ما فشلتش، كل شخص عاش فيهم هو دليل على نجاحك. وجون كان واخد باله ان حراس النايت واتش متضايقين من وجود الهمج وفيهم اللي مرعوبين من العملاق، وجون متضايق ان جرين محبش يبصله. وسورن بيقول لجون انت قلبك طيب بس كلنا هنموت بسببك. وبعدها بنروح لمعسكر جيش ستانيس، وميليساندرا بتحس بوجود حد بره المعسكر، ولما بتخرج بتشوف حريقه بتحصل في الخيم والجنود بيصحوا من النوم وهم مرعوبين، وتاني يوم الصبح بيطلع ان مخازن الاكل والاسلحه اتدمروا وفي حصينه كتير ماتوا، وبيطلع ان رمزي وال20 راجل من رجالته اللي عملوا كده، وديفوس بيحكي لستانيس على الاضرار وبيقول له احنا ما بقاش معانا اكل كفايه، تعال نرجع لقلعه النايت واتش دلوقتي. بس ستانيس كان عنيد وبيرفض يرجع وبيقول لديفوس خلي الجنود ياكلوا لحم الحصينه الميته، وبعدها بيروح لميليساندرا علشان يتناقش معاها في التضحيه اللي قالت له عليها، وبعدها بيقابل ديفوس وبيقول له جهز نفسك علشان هترجع لقلعه النايت واتش علشان تروح تجيب لنا اكل وحصينه من هناك. وديفوس بيستغرب وبيقول له انت ممكن تبعت اي حد بدالي لكن انا المساعد بتاعك وما ينفعش اسيبك، بس ستانيس بيصر لسبب معين وديفوس بيضطر ينفذ الامر، وبيشك ان ميليساندرا اللي طلبت من ستانيس يمشيه، وبنشوف جنود ستانيس واقفين طابور على الاكل وهم ميتين من البرد. وبعدها ستانيس بيقابل بنته شيرين وبيتكلم معاها شويه، وكان متردد في اللي عاوز يعمله بس في النهايه بياخد القرار وانه يضحي ببنته وبيحضنها وبيقول لها سامحيني، والجنود بيوصلوا شيرين للخشبه اللي هتموت عليها وهي مش بتبقى لسه فاهمه حاجه
حاجة، وميليساندرا بتهديها وبتقول لها الموضوع مش هياخد وقت، والجنود بيعلقوا شيرين وبيربطوها على خشبة، وهي بتفضل تصرخ وبتقول عاوز ابويا، وستانيس واقف في مكانه وقلبه حجر وموافق يضحي ببنته علشان ياخد العرش. وفي البداية ام شيرين كانت موافقة ان بنتها تموت، بس لما شيرين بتستغيث بيها الام مش بتقدر تستحمل وبتطلب من ستانيس يتراجع، بس ستانيس مش بيتأثر واهم حاجة عنده ياخد العرش. وميليساندرا بتولع في شيرين والجنود مش قادرين يستحملوا المنظر وبيمنعوا ام شيرين من التدخل، وشيرين بتفضل تصرخ لحد ما بتموت. انا كنت مفكر ان تايوان هو اسوأ اب في المسلسل لحد ما شفت اللي عمله ستانيس. وعلى الجانب الآخر جيمي بيقعد مع إيلاريا ودوران كبير عيلة المارتيل، ودوران بيسأل جيمي انت جيت ليه لحد عندنا؟ فجيمي بيفهمه ان في رسالة تهديد جت لحد عندي وانكم هتقتلوا مارسيلا، ودوران بيستنتج ان إيلاريا اللي بعتت رسالة التهديد، وجيمي كان معتقد انهم هيقتلوه النهارده، بس دوران قال له بالعكس انا مش عاوز اقتلك ومش عاوز اي حرب، علشان الحرب هي وسيلة لموت رجالتنا وانا مش عاوز كده لرجالتي. وإيلاريا بتكب المشروب بتاعها على الارض علشان مش عايزة تشرب حاجة مع جيمي، وشايفة ان اي فرد من عيلة اللانستر عدو ليهم. وجيمي بيقول انا عايز مارسيلا ترجع معايا للمملكة، والملك تومن بنفسه عاوز كده. فدوران بيقول له مش هقدر ارفض طلب من الملك. وإيلاريا مش بيعجبها قرار دوران وبتقول له انت شخص فاشل وجبان. وفي قارة اسوس اريا كانت رايحة تنفذ مهمتها وتقتل المقامر بالسم، وفعلا المقامر بينادي عليها علشان نشتري منها الاكل البحري، لكنها بتتلهي تماما مع حاجة تانية لما بتشوف سفن عليها شعار اللانستر، وبتشوف الحارس ترينت مع ميس تايريل لان ميس تايريل جاي يقابل اعضاء البنك الحديدي. واريا بتبقى مركزة مع ترينت لانه في قائمة الناس اللي عايزة تقتلهم، لان ترينت اللي قتل المعلم فوريال في الموسم الاول. واريا بتفضل ماشية وراهم وبتراقبهم طول اليوم وبتشوفهم داخلين للمطعم ده، بس اريا ما كانش عندها الفرصة انها تقتل ترينت. وبعدها بترجع لبيت جاكن هاجار وبتكذب عليه وبتقول له انا ما قدرتش اقتل المقامر وهحاول تاني بكرة، وجاكن بيصدقها. وبعدها بنروح لميرين في حلبة القتال، ويوميها كان نهائي بطولة القتال وكل مقاتل كسب قبل كده هيشارك النهاردة، والحلبة مليانة جمهور علشان يتفرجوا على النهائي. ودينيرس بالطبع ما كانتش حابة البطولة دي وحاسة بعدم المصداقية لانها جاية توقف القتل والعبودية، بس مع ذلك بتسمح ان الناس تتقتل لاجل الترفيه. وبيخش للحلبة 6 مقاتلين وهيقاتلوا بعض، وفي واحد هيطلع عايش وبيطلع ان من ضمنهم جهورا، وبيقول لدينيرس انا هقاتل علشانك يا ملكة. ودينيرس بتتفاجئ انها طردته مرتين بس هو رجع مرتين، وبتسقف بايديها وبتسمح للقتال يبتدي. وبيبان انها خايفة على جورا لما بيتضرب، والحلبة كان فيها مقاتلين اقوياء جدا وطلعوا عايشين من القتالات اللي فاتت، فما كانتش مهمة سهلة على جورا، بس بيقاتل بقوة علشان يثبت ولاءه وحبه لدينيرس، وبيتلقى عدة ضربات مؤذية بس في النهاية بيقدر يفوز على الكل وبيصبح المقاتل الوحيد اللي عايش. وفجأة بيمسك رمح وبيقتل فرد عصابة كان هيختال دينيرس، وبيطلع ان الحلبة مليانة بعصابة هاربي وبيقتلوا بعض الجماهير وبينشروا الذعر والخوف ما بين الناس، وجنود الانسالد بيحاولوا يتصدوا ليهم بس معظمهم بيموت، وهزدار كمان بيموت، وداريو وجورا بيدافعوا عن دينيرس. ودينيرس بتسمح لجورا انه يمسك ايديها ويهربوا سوا، بس لسوء الحظ عصابة هاربي قفلوا كل المخارج، ودينيرس ورجالتها بيتحاصروا في نص الحلبة، وعصابة هاربي كان عددهم كبير جدا. ودينيرس بتدرك ان دي النهاية وانها خلاص هتموت، وبتمسك ايد ميساندي وبتقفل عينيها وبتتقبل مصيرها، بس الكل بيتفاجئ لما بيسمعوا زئير التنين، وبيطلع ان التنين دروجون وصل وموازين المعركة بتتقلب في لحظة. ودينيرس بتفرح ان ابنها جاي ينقذها، ودروجون بيبدأ يهجم على الفريسة وبيولع نار في افراد العصابة وهم بيرموا عليه سهام كتير. ودينيرس بتقف قدام دروجون وهي مش خايفة وبتطلع تركب عليه وبتأمره يطير وبيسمع كلامها، وبكده بتبقى عرفت اخيرا تتحكم في التنين، والتنين بيطير لأعلى وبيمشي من الحلبة. وبنروح لاريا اللي بيطلع انها متنكره في وش بنت تانية، وبعدها بتقلع القناع وبتهجم على ترينت وبتغرس الخنجر في عينيه، وبعدها بتشرح جسمه وبتقول له انت كنت اول واحد في القايمه بتاعتي علشان قتلت المعلم فوريال، وبتذبحه وبتخلص عليه. ولما بترجع لبيت جاكن بترجع القناع لمكانه، وجاكن وويف كانوا مستنيينها، وجاكن عرف انها قتلت ترينت وبيقول لها انت ما كانش من حقك تقتلي حد وسرقتي قناع من هنا وكده بقيتي مديونه بحياه، وبيطلع ازازه السم.
اريا بتظن انه هيقتلها، بس جاكن هو اللي بيشرب السم وبيموت، واريا بتتصدم على موته، بس بيطلع ان ده مش جاكن، وجاكن الحقيقي كان متنكر بشخصية ويف. واريا بتدرك ان اللي مات ده ما كانش جاكن، وبتشيل قناع ورا التهني ورا التهلت، وجاكن بيقول لها اللي مات ده كان لا احد، لكن انت يا اريا ما كنتيش لا احد ولسه محتفظة بشخصيتك القديمة. وجاكن بيعاقب اريا وبيخليها تتعمي. وبعدها في مدينة دورن جيمي هياخد مارسيلا وهيرجع لكينجز لاندنج، وإيلاريا بتتأسف لمارسيلا وبتبوسها من بقها، ومارسيلا وخطيبها اللي من مدينة دورن بيركبوا مع جيمي وبيتحركوا، وجيمي بيستغل اللحظة وبيتكلم مع مارسيلا اللي هي في الحقيقة بنته، بيوضح لها ان محدش بيختار اللي بيحبه، وانا ما اخترتش احب سيرسي. وجيمي كان بيمهد لها الموضوع انها في الحقيقة تبقى بنته، ومارسيلا بتقول له انا عارفة من زمان انك ابويا وانا مبسوطة انك ابويا، وبعدها بتحضنه. وجيمي بيحس بفرحة كبيرة من الكلام ده، بس كل ده بينتهي لما مارسيلا بتنزف دم من مناخيرها، وفي نفس الوقت مناخير إيلاريا بتنزف، بس هي بتشرب المصل وبتبقى كويسة. وبيتضح ان إيلاريا لما باست مارسيلا هي نقلت السم لمارسيلا، وبكده إيلاريا انتقمت. وبنروح لمدينة ميرين مع مستشارين دينيريس، وبيتفقوا إن داريو وجورا يخرجوا يدوروا على دينيريس، وتيرين يفضل موجود ويدير مدينة ميرين لحد ما هم يرجعوا. وفارس بيوصل وبيقابل تيرين، وهو بيطلع إن جواسيس فارس هم اللي قالوا له إن تيرين موجود هنا، وتيرين كان خايف من حكم المدينة دي لأن على وشك يحصل فيها حرب أهلية. ودينيريس في الوقت ده راحت مع التنين لمكان بعيد وبتطلب منه يرجعوا لميرين، بس دروجون كان تعبان من السهام اللي ضربت عليه وما كانش قادر يطير. ودينيريس بتقرر تمشي المسافة طويلة علشان تجيب أكل ليها والدراجون، لكن فجأة بيظهر قبيلة الداثوراكي حواليها، وما كانوش يعرفوا إن دي أرملة الكال دراجو، وبيقرروا يقبضوا عليها. بينما سيرسي فأخيرا بتعترف بخطاياها وبترجع قدام سبارو وبتقول له على العلاقة الغير شرعية مع لانسل بس، وسبارو بيسألها عن علاقتها الغير شرعية مع جيمي، بس هي بتنكر وبتقول ده كذب. وسبارو بيقرر يديها عقاب مناسب لخطيتها، والراهبات بيقصوا شعر سيرسي وبيخلوها تمشي عريانة في شوارع المدينة، والراهبة سبتل بتفضل تقول عليها عار، وأهل المدينة بيطلعوا الغضب اللي جواهم بقاله سنين على سيرسي وبيرموا عليها الأكل البايظ. وبتفضل ماشية بالمنظر ده لمسافة طويلة وبتقع على الأرض وبتعيط، وبتكمل لحد ما بتوصل للقلعة الملكية، وجنود اللانستر بيشوفوها بالمنظر ده، وكايبرن بيجري عليها وبيغطيها، وعمها كيفن لانستر كان قرفان منها، وكان واضح ان كايبرن الوحيد اللي خايف عليها، وبيعرفها على الحارس ذا ماونتن بعد الابديت، وباين من ورا الخوذة ان شكله اتغير تماما ولسه مخلص لسيرسي. وبعدها ميليساندرا بتتبسط لما بتلاحظ ان العاصفة هديت، وبتظن ان تضحية شيرين جابت نتيجة، وبتشجع ستانيس وبتقول له النهاردة انت هتبقى ملك وينترفيل، بس ستانيس مش بيرد عليها علشان كان حزين على بنته. وستانيس بيتصدم لما بيعرف ان نص رجالته سابوا المعسكر ومشيوا، وده لانهم ما بقوش عاوزين يطيعوا اوامر شخص حرق بنته لاجل العرش. والاخبار الوحشة مش بتنتهي هنا، مرات ستانيس قتلت نفسها علشان ما قدرتش تستحمل وفاة بنتها. تفتكروا الاخبار الوحشه خلصت لحد هنا؟ لا، ستانيس بيعرف ان ميليساندرا هربت من المعسكر، وبيطلع انها ادركت ان ستانيس هيخسر الحرب فعلشان كده هربت. وستانيس الغبي بيؤمر بقيه رجالته بالهجوم، وستانيس ورجالته بيكونوا بيقتربوا من قلعه وينترفيل، وجيش بولتن بيجهزوا للقتال. وسانسا بتستغل انشغال الكل وتهرب دلوقتي، وفي نفس الوقت بريان كانت موجوده قريب من قلعه وينترفيل علشان تكون قريبه من سانسا، بس بتعرف من بودريك ان ستانيس هيهجم على وينترفيل، وبريان بتتصدم لانها عايزه تقتل ستانيس من زمان. وستانيس بيقف برجالته في نص الطريق وبيوزع المهام على رجالته، بس بيتصدم ان جيش البولتن جايين عليه، وبيجيله لحظه شك انه هيخسر الحرب، بس بيسحب سيفه وبيجهز للقتال. وسانسا لما بتشوف ان جيش بولتن خرجوا بتهرب من القلعه حالا، وستانيس بيبقى اتهزم شر هزيمه وكل رجالته ماتوا، وفي 2 جايين يقتلوه بس ستانيس بيقدر يقتلهم وبيقع على الارض من التعب. وبريان بتيجي لستانيس وبتعرف نفسها وبتقول له انا كنت الحارسه الشخصيه لرينلي باراسيون، وانا كنت موجوده لما وصل شبح شبهك وقتل رينلي من الخلف، وانا جاي اقتلك علشان انتقم لرينلي. وستانيس بيعترف وبيقول لها فعلا انا اللي قتلت رينلي. وستانيس كان مستسلم وساب بريان تقتله، ورمزي بيبقى قتل اخر جندي من جنود ستانيس، وبكده تبقى حكايه ستانيس انتهت. وحبيبه رمزي بتمنع سانسا من الهرب وبتهددها انها ترجع، وسيون
جون كان واقف جنبها وبيطلب من سانسا تستسلم، وحبيبة رمزي كانت بتكره سانسا علشان رمزي اتجوز سانسا وما اتجوزهاش، وكانت ناوية تضرب سهم على سانسا، بس سيون بيمنعها في آخر لحظة وبيرميها من فوق وبتموت، وسيون بيبقى رجع لوعيه، وهما الاتنين بيعرفوا إن رمزي انتصر، وسيون بياخدها علشان يهربوا. وبنروح لجون سنو اللي بيحكي لسام عن جيش الوايت ووكرز وبيعرفوا انهم فقدوا الدراجون جلاس، وبيطلع ان معدن الفاليريان بيقتل الوايت ووكر، بس المشكله ان سيوف الفاليريان اللي في الممالك كلها قليله جدا، وبقيت حاسس ان الكل هنا بيكرهني. وسام بيقول له انا عايز اروح لمدينه اولد تاون علشان اتعلم واكون مايستر، لان انا مش هنفع في القتال، انا انفع في القرايه والتعلم. وجون في البدايه بيرفض وبيقول له انا عايزك جنبي يا سام علشان تديني نصايح وتساعدني. سام قال له انا هكون مفيد ليك اكتر لو رجعت وانا مايستر علشان اخد مكان اللورد ايمون وابقى شخص حكيم واعرف اساعدك بجد، لان في اولد تاون هتعلم التاريخ والعلاج واستراتيجيات الحرب ومعلومات تانية كتير هتساعد في محاربة الوايت ووكرز. وجون بيقتنع بكلام سام وبيوافق، وبعدها سام بياخد جيلي وابنها وبيمشوا. وبعد شوية وقت ديفوس بيكون وصل لقلعة النايت واتش وما كانش لسه يعرف ان ستانس خسر، وبيطلب من جون يخلي الهمج يساعده ستانس في الحرب، وجون بيبقى رافض وبيقاطع حوارهم وصول ميليساندرا، وبيفهموا من تعبيرات وشها ان ستانس خسر ومات. وبالليل جون بتجيله رسائل من العائلات اللي ساكنين في الشمال وكلهم رافضين يتعاونوا مع جون لان جون اتحالف مع الهمج، وجون كان متضايق ومحبط. وجرين بيخش عليه وبيقول له في ناس عايزينك بره، ولما جون بيخرج بيشوف يافطه مكتوب عليها خاين ومش بيلحق يفهم فيه ايه، وبيلاقي سورن بيطعنه وبيخش وراه عده حراس من النايت واتش وبيطعنوه وبينتقموا منه لانه عمل تحالف مع الهمج وشايفينه شخص خاين. وحتى الطفل جرين بيطعن جون في قلبه وبيقتله، وجون بيقع على الارض ومحدش بيسأل فيه وبيموت لوحده. وفي النهاية الشخص الشريف والطيب واللي هدفه مصلحة الكل بيموت من رجالته، وفرد جديد من الستارك بيموت. وهنا نكون وصلنا لنهاية الموسم الخامس من مسلسل جيم اوف ثرونز، واستنونا في ملخص الموسم السادس. بس استنوا علينا شوية لان الملخص الواحد بياخد مننا ايام كتير. كل الرسائل عندي في الانستجرام بتسأل عن جيم اوف ثرونز، والله انا مش عايز اتأخر، دي سلسلة بتجيب لي مشاهدات وبنعمل كل اللي علينا علشان الحلقة تنزل بسرعة. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل 25,000 لايك، واللي وصل لآخر الحلقة عايزك تحط ايموجي القلعة في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة. وباي باي.